ماشي اوكي. طيب بص خليني اجاوبك على السؤال ده في الاخر عشان ما نقطعش بس الموضوع كده، خلينا نرجع لموضوعنا يعني. وكده كده اوكي. هيبقى فيه، انا نص ساعة وهخلص ونبتدي كل حاجة بقى مع بعض. ماشي. اللي عايز يسأل عنده اي سؤال يسأله. طيب اوكي. احنا كنا بنتكلم على موضوع البورتفوليو وقلنا ازاي ممكن تعمل بورتفوليو لنفسك. طيب وانس ان انت بقى معاك شغلانتين تلاتة اربعة، هتعرضهم ازاي؟ طبعا انا بفضل ان انت يبقى عندك مكان تعرض فيه الشغل ده، زي ويب سايت. طب لو مفيش ويب سايت بقى هنعمل ايه؟ الويب سايتس غالية شوية. كان في ويب سايتس انا كنت بستعمله زمان جدا، اسمه ويكس. بس مع الوقت اكتشفت ان ويكس ده اسرائيلي وقفلت عليه خالص وما بقتش بستعمله. آه، في ويب سايتس تانية بتعمل حاجة زي ويكس كده بالظبط، بس انا مش فاكر اسمها ايه الصراحة بالظبط دلوقتي، بس هفتكرها لكم وانا شغال يعني. مفيش بقى ويب سايت. ليه انا بفضل الويب سايت؟ الويب سايت انت بتقدر تتحكم في الماركتنج مسج بتاعتك. طب يعني ايه الماركتنج مسج بتاعتي؟ يعني لو انت شخص نيت جدا وبتشتغل في حتة نيت قوي والحاجات كلها منظمة ومش عارف ايه، فانت في الغالب بتميل ان انت تعمل الويب سايت بتاعك بالمنظر ده، فالناس تعرف عنك ان انت هو ده اللي انت بتعمله، ان انت بتعمل حاجات شيك جدا، بسيطة، لطيفة وهكذا. لو انت شخص انيميتر بقى مثلا او تشتغل في الكرتون ومش عارف ايه وكرييتيف جدا والحاجات الجميلة دي، فبيبقى الويب سايت بتاعك مدي ده بيبقى مفيد في ايه؟ بيبقى مفيد في ان انت لو انا شخص مثلا بعمل اكسبلينر فيديوز للناس بتوع البنوك او الشركات بتاعه التك والحاجات دي، في الغالب الناس دي ما عندهمش الباك جراوند الفنيه الكبيره بتاعتنا. فلو انت بتكلم حد فيهم وعايز تاخد منه شغلانه، وهو لقاك شخص الشخص الفانكي المجنون الفنان في نفسه قوي، في احتمال كبير جدا هو ما يعجبوش الويب سايت اصلا وما يشتغلش معاك. ده شيء اساسي يعني. ف مش بقول ان ده هيحصل دايما، بس في الاخر انت بتحاول تقرب للكالتشر بتوع الكلاينتس بتوعك. عشان كده في ده بيبقى مشهور بره اكتر من الوطن العربي ومصر وكده. الناس دايما بيبقوا مركزين في نيش معينه. يعني ايه مركزين؟ يعني مركزين في حته معينه. لو هو بيعمل سيرفيسز للبنوك والحاجات دي، هو بيفضل مع المؤسسات الماليه والحاجات دي وبيفضل شغال معاهم، لان هو بيبقى عنده بورتفوليو قوي في الحته دي وعمل عشرات البروجكتس في المنطقه دي. وبالتالي الكلاينت لما بيخش بيلاقي ناس شبهه جوه، بيلاقي بنك زيه، فاهم؟ او بيلاقي مؤسسه ماليه انت عامل لها شغل، فهو بيبقى فاهم ان انت كشخص فاهم الاندستري دي بشكل او باخر. لو انت واحد بتعمل للناس بتوع الموبايل ابس والتك والحاجات دي، غالبا بتبقى النيدز بتاعتهم قريبه من بعضها، وبالتالي ده بيأثر بشكل او باخر على شكل الويب سايت بتاعك انت الشخصي يعني. بس ده حاجه مش ما ينفعش تعملها في الاول، لان انت ساعتها هتدفع لك مثلا حوالي 30 دولار مثلا. ممكن تعمل ويب سايت بفري تمبلت مثلا من وورد بريس ولا حاجه، بس الدومين والهوست والحاجات دي ممكن تاخد لها مثلا 30 دولار في اول سنه. فانت ستيل لسه بتبتدي، وانا من نصايحي يعني انت ما تصرفش وانت بتبتدي الا على تعليمك. يعني انت لو مش بتتعلم ما تصرفش حاجه يعني. ففي النهايه بيهانس ممكن يؤدي الغرض جدا. ودي احد المشاكل اللي انا كنت بقابلها اصلا
لان انا زي ما قلت لكم انا كان عندي في وقت من الاوقات كنت شريك في شركه، وقعدت 3 سنين فيها، وبعدين رحت اشتغلت في شركه في انجلترا، قعدت سنتين، وبعدين رجعت الشركه تاني، بس مش كاونر بقى، كحد زي بروجكت مانجر كده، او هيد اوف ديبارتمنت يعني. وكنت بهاير ناس كتير. لما كنت بسأل الناس على انيميترز او الستريترز او كده، كان الشغل اللي بيجي لي جوجل درايف. جوجل درايف، ودي حاجة طبعا طب هو اسلام بيقول لي في مشكلة في السكرين، ثواني هقفل الشير وافتحه تاني. مش عارف ظبطت كده ولا لا. آه طيب، كنا بنقول ايه؟ فالناس بتبعت لي جوجل درايف، وانا بقى بقعد اداونلود واستف انا الحاجه واكريت فولدرات عشان اعرف ده مين. والموضوع يعني كان بيبقى مأساوي جدا. وفي الحقيقه الناس اللي كانت بتبقى على جوجل درايف كنت بفتح الحاجه من على الدرايف كده، لو هو الستريتور ولا حاجه ولا لا. بس لو انيميتور انا ما كنتش بقعد الود الحاجات على الانترنت ولا بداونلودها على حاجه، كنت بسكيب البروفايل كله على بعضه يعني. ليه؟ لان انا لو نزلت اعلان بيجي لي مثلا 200 300 واحد. 200 300 واحد، ده رقم كبير جدا عشان اقعد يبقى عندي هيدك اكتر، وانا مش فاضي ان انا اعمل كده. فلازم البورتفوليو وانت بتبعته لاي شركه، لو بعت جوجل درايف ولا اي حاجه كده مبهمه، محتاجه ولو اكسترا وورك بنسبه 5% من الشخص اللي هيتفرج عليها مش هيتفرج عليها اصلا. ودي حاجه لازم نبقى عارفينها يعني. فالافضل ان انت يبقى عندك بورتفوليو على حاجه مثلا زي بيهانس، ويبقى الحاجات معموله بشكل منظم، ومعمول لها برزنتيشن، مش مجرد بروجكت رميت الفريمات ورميت الانيميشن بتاعه وخلاص وكده. لا، لازم تكتب مين الناس اللي اشتغلت ومين التيم وانت عملت ايه بالظبط، مش عارف ايه وبتاع، لان هو انت في الاخر ما شلتش الشغلانه لوحدك. حتى لو انت شغلها لوحدك، شلتها انت لوحدك، لازم تكتب كريدت تحت وتقول ان انت عملت كذا وكذا وكذا، والسكريبت فلان اللي عمله، والدايركشن مين اللي عمله، وهكذا. فده نوع من انواع الامانه يعني. آه طيب، دلوقتي انت هنفترض ان انت بقى معاك بورتفوليو، خلاص. طيب هتعمل ايه بعد كده بقى؟ انت محتاج تتارجت الشركات، خلاص. خلينا بس نشرح كده، انا مش عارف لو شايفين السكرين قولوا لي اي حاجه بس. الدايره اللي انا رسمتها دي. طيب ماشي. اوكي، دلوقتي الشغل متقسم في السوق ازاي؟ احنا عندنا الكلاينت، خلاص، وعندنا ايجنسي، وعندنا استوديو. دول الثلاثه اللي ممكن تجيب منهم شغل، خلاص. لو انت لسه بتبتدي، او انت في الافريج، فكره ان انت توصل للكلاينت دايركت دي هتبقى حاجه صعبه قوي، خلاص. ده بيحصل هنا في مصر او كده، بس يعني بيبقى في الاخر الكلاينت لو كواليتي جدا. الايجنسي في الغالب الفلو بيمشي ان الكلاينت بيدي للايجنسي، والايجنسي بتدي للاستوديو، والاستوديو بتهاير الفريلانسر، خلاص. آه فدي السايكل. فانا شايف بقى ان انت ممكن يعني عند مرحله ما تسكيب الاستوديو وتحاول تاخد انت من الايجنسي، بس ده مش قبل ما يبقى عندك حبة شغل انت عملته اوريدي مع استوديوز،
خلاص. لو تقدر تشيل الشغل من الايجنسي تقدر تعمل كده، خاصه لو الايجنسي دي في الغالب مش هتروح لساتشي وتروح للشركات الكبيره. انت غالبا في الاول هتروح للشركات اللي محدش ايجنسيز محدش هيسمع عنها. خلاص. وهنشوف ازاي ممكن نوصل للحاجات دي مع بعض كمان شويه. طيب لو انت خدت من الايجنسي دايركت ففي الغالب انت هتاخد فلوس اكتر من اللي هتاخدها من الاستوديو، لان الاستوديو ده اوريدي بيبقى في الغالب عنده ناس اوريدي شغاله، وعنده بقى بوفيه واوفيس بويز وناس بتوع سيلز وناس بتوع ماركتنج ومش عارف ايه، فهو عنده اوفر هيدز كتير قوي وايجار وحركات كده. فهو بيقص غالبا 50% من ثمن الشغلانه بتاعه هو، ويحاول بقى يكلف بقيه الشغلانه ال 50%. ال 50% التكلفه دي بتبقى متوزعه على، مش ليك انت، بتبقى متوزعه على الشخص اللي جايب الشغلانه. لو هو حد بتاع سيلز وبياخد برسنتج منها، الكوست لو في سكريبت رايتر شغال عندهم او هيهايروا سكريبت رايتر، لو في الستريتور وانت الانيميتور، او في انيميتور وانت الالستريتور، لو في ميوزك هيشتروها، لو في ستوك فوتج هيشتروها، لو في اي حاجه هيشتروها، فهي بتتحط في ال 50% الثانيه ويتحسب لها كوست كده وبتطلع من البتاع. بس هو محتاج يطلع مارجن 50%. طبعا الناس هتقول لي 50% ده كتير جدا، مفيش بيزنس بيكسب 50%. لا، هو بيبقى بيكسب 50% لاسباب كتير قوي. اولا هو الشغل في الاستوديوز ما بيبقاش مستمر، يعني مش كل شهر انا عندي 3 4 شغلانات. انا ممكن يبقى الشهر عندي 3 4 شغلانات والشهر اللي بعديه ما عنديش شغل خالص، ممكن اقعد 3 شهور ما بشتغلش خالص، وفي 6 شهور انا عندي فول كاباسيتي وبهاير فريلانسرز ومش عارف ايه، بس عندي 3 4 شهور انا ما بعملش فيهم حاجه، بس انا ستيل عندي ايجار ومرتبات وبوفيه، ويعني عندي حبه اوفر هيدز كتير جدا. فهو لازم يعمل باك اب لنفسه في ان هو يبقى بيكسب اماونت من الفلوس كويسه. فالايجنسي اللي هتجيلك لسبب من الاثنين: يا اما انت ارخص منهم، وده في الغالب انت هتبقى ارخص من الاستوديو، بس مش هيدفعوا لك نفس الفلوس اللي هيدفعوها للاستوديو، بس ستيل انت هتبقى مبسوط وهم بالنسبه لهم هيبقوا مبسوطين جدا. او ان الايجنسي دي ما تقدرش تدفع للاستوديو فلوس، تقدرش تدفع تكاليف الاستوديو، وبالتالي هو ما عندوش اوبشن غير ان هو هاير فريلانسر، يديله فلوس اكتر شويه ويشتغل بيها. طيب انا الكيس اللي انا هتكلم فيها في حته الفلوس والريتس بتاعت الناس وكده، انا ماليش دعوه بره بمصر خالص يعني. مصر بره الحسبه دي تماما يعني، ولا الخليج لان انا ما بشتغلش معاه بقالي فتره يعني. بس في كلاينتس في الخليج بيدفعوا ارقام كويسه. انت عليك بس ان انت تعرف تجيب الكلاينت الكويس، وده مش هيجي غير بشغل كويس. اوكي. طيب خلينا بقى نتكلم على حاجه. بص، هو انت عندك هنا اللاين ده، خلاص، في 3 نقط. انت عندك هنا الشغل القليل خالص، خلاص، اللي هو بدولار، وفي عندك واحد تاني سعره متوسط، وفي واحد اللي بيجيب فلوس كتير. فانت عندك ده ليفل الشغل بتاعك، كل ما الليفل بيزيد كل ما الفلوس بتكتر. المشكلة بقى، نصيحتي انا شخصية يعني من التجربة، وده ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده برضو، الحتة اللي في النص دي مقرفة قوي. الكلاينت اللي في النص ده عايز كواليتي، وعايز يدفع فلوس قليله او فلوس متوسطه. فهنفترض ان انت الكلاينت اللي في النص ده هياخد 70% من الكواليتي، بس هيدفع 50% من الفلوس. فاهم؟ ف... فاهمين النقطه دي؟ فالحته دي مقرفه.
ممكن تاخدها من ان لاخر لو انت فاضي، بس انا شايف، انا وجهة نظري يا اما اخد شغلانه اللي هي مثلا ب $100 بس ما بتاخدش مني 3 ايام شغل، فانا ممكن اعمل منها فلوس كتير جدا، اخد طول الشهر بقى كل اسبوع اخد لي شغلانتين ثلاثه، في اخر الشهر الاقي ان انا عامل لي $1000 مثلا. أه وهوريكم دلوقتي انا عملت حاجات كده على اب وورك قبل كده يعني. و او هاخد الشغلانه اللي هتنفخني اسبوعين ثلاثه، اللي هي الكبيره، بس الراجل ده هيدفع له مثلا $3000 مره واحده. فاهمين الفكره؟ فساعتها هو انا ساتسفايد بان انا الشهر ده اتنفخ، واقعد الشهر اللي بعديه او اقعد لي اسبوع مريح تمام، بس اقعد لي 3 اسابيع بتنفخ ليل نهار، فده تمام معايا. اللي في النص ده بقى هياخد 70% من الكواليتي، وبالتالي انت تقعد اسبوعين تشتغل في الشغلانه، بس هو في الاخر هيديك $1000 مثلا. فاهم؟ او ممكن تلاقيه عايز $500. خمسة تقريبا هتلاقيه في رينج ال $500 مثلا، بس هو عايز 70% من الكواليتي، بس هو مش هيديك لنفس الفلوس دي خالص. فانت التارجت بتاعك ان انت ما توصلش من هنا لهنا، انت عايز توصل من هنا لهنا، وعشان توصل من هنا لهنا انت محتاج زي ما قلنا في الاول هنا ان انت تبقى احسن، اشطر من 75% من الناس اللي في المجال. وقلنا انت بتحسبها ازاي، يعني فكرة الشطارة دي مش شطارة سكيلز بس، يعني ممكن يبقى في ناس شطار جدا بس بيفلقوا البروجكتس، وبالتالي هو مش شخص الاستوديو او الايجنسي تقدر تعتمد عليه، لان هم يبقوا واخدين ريسك كبير جدا بان هم بيهايروه. طيب نروح لايه تاني بقى؟ آه احنا اتكلمنا كده على طريقه الشغل. طيب احنا دلوقتي فهمنا الورك فلو ماشيه ازاي، فانا دلوقتي شغلتي بعد ما بقى عندي بورتفوليو خلاص ان انا اروح ادور على ناس عشان، او استوديوهات او ايجنسيز اقدر اجيب منها شغل. طيب معظم الكونتنت اللي موجود اونلاين الناس بتتكلم على حاجه واحده بس، ان انت لازم تبيلد يور نتورك، ويبقى عندك شبكه علاقات قويه، ويبقى عندك براند لنفسك، ويبقى عندك الحاجات دي ما بتجيش في يوم وليله. الحاجات دي ممكن تقعد 6 7 8 سنين تبني فيها، واحيانا بتقعد 10 سنين تبني فيها لحد ما بيبقى عندك براند حقيقي. انت كشخص براند في نفسك، و وبيبقى عندك شبكة علاقات بقى، سواء من الكوليجز الناس اللي هم جوه الشغلانة نفسهم، او كونكشنز بره النتورك دي برضو وانت بنيتها خلاص. فانا شايف ان دي حاجة آم، مش عملية خالص ان انت تاخد نصيحة من حد بيقول كده يعني. فاهم؟ ده حد بيتكلم في سكيل كبير جدا، والسكيل ده انا شايفه مش احسن حاجه تارجتها في الوقت ده، ولا ان انت تعمل ده في الوقت الحالي. ممكن تعمله بارلل مع الحاجات التانية، بس الاحسن ان انت تبتدي تقعد لك سنه كده بتفريلانس بالطريقه دي. وخلي بالك، مش معنى ان انت هتبتدي تدور على ناس وتبتدي تبعت لهم ان الشغل هيجي لك، الموضوع ده ممكن ياخد وقت. خلاص انا قعدت اول ما ابتديت موضوع الفريلانسنج ده، ابتديت مثلا في 2018 2019. انا كنت بفريلانس طول عمري، بس فريلانس كده من واحد صاحبي يكلمني على حاجة شغلانة، فهو يعرف حد، فالحد ده جاب الشغلانة دي. النتورك، بس دي النتورك البلدي اللي هو ايه، الطبيعية اللي بتحصل طول ما انت قاعد في المجال. كنت في الشركة الفلانية فجالك اصحاب وعملت اصحاب، فهو بيبقى عارف ان انت شاطر او ان انت هتسد معاه في الشغلانة دي فبيكلمك وهكذا. آه طيب الطرق بقى اللي هنجيب بيها الشغل. اولا، اول حاجه
الناس اللي انت تعرفهم اصلا ممكن يكونوا ناس قرايبك، آه يا اما ريلاتيفز مثلا، او هما فريندز. ده في الغالب هتطلع بقى الكونتاكتس بتاعتك، طلع مثلا 100 200 اسم، ولازم تقول لهم ان انت بتعمل كده. مش شرط ان هو حد يبقى شغال في المجال عشان يجيب لك الشغلانه دي. ممكن يكون واحد شغال في قسم اي تي، واحد صاحبك شغال في قسم اي تي، بس المانجر بتاعه قال له احنا عايزين نعمل فيديو للحته الفلانيه، وهو اللي ماسك الموضوع ده. او بيسال يا جماعه حد يعرف حد شغال في الموشن جرافيكس ولا حد شغال في الانيميشن، فيساله. او شركه تانية حد شغال في الماركتينج، خلاص، حد مثلا واحد صاحبك شغال في الماركتينج، او واحد قريبكو شغال في الماركتينج، فده برضو لازم تقول له. مش شرط ان هو هيجيب لك الشغلانه، بس ببساطه جدا انت هتبعت مسجات، طلع ليست كده من 100 ولا 200 واحد، وتبعت لهم، وتقول لهم كل يوم تبعت ل 10 20 واحد كده على حسب وقتك. هتكتب رساله بسيطه تسلم عليه وازيك وعامل ايه واخبارك ومش عارف ايه وبتاع، وانا بعمل دلوقتي كذا، وده الويب سايت بتاعي او ده البورتفوليو بتاعي، لو جت اي فرصه قدامك في الشغل عندك مثلا او حاجه، او تعرف حد محتاج ده، يا ريت ايه تبعتهولي يعني ومش عارف ايه، او تكونكتني بيه او كده، او ترشحني. آه دي طريقه. في مصر الناس اندال شويه، فما حدش هيعمل كده. بس دي طريقه بتنفع بره بشكل كبير جدا، ولو حتى على سبيل ان انت تاخد بروجكت تجرب فيه السكيلز بتاعتك، وهو حاجه ممكن تكون بفلوس قليله جدا، هو بس ما طبعا تستخسر. بدون مقاطع كلامك، انا جربت ده في اول ما ابتديت اشتغل موشن جرافيك. يعني ده انا ابتديته بالطريقه دي. هي بصراحه كانت تجربه صعبه، ولكن كانت احسن تجربه الواحد عملها، لدرجه ان انا ساعتها سبت الشغل. يعني كنت شغال ساعتها جرافيك ديزاين، وقلت لهم خلاص انا ماشي، انا حابب ان أنا اشتغل موشن جرافيك، وسبت الشركه وقعدت اشتغل في بروجكت موشن كامل. وكان ساعتها ده السبب ان انا اشتغل في اول شركه رحتها موشن جرافيكس ارتست. انا لما بقول لحد كده بيقول لي لا انا مش، انا خدت كورسات، انا عملت. مش عارف بصراحه، ساعتها بستغرب. لا بس هي عموما الطريقه دي بتضطرك ان انت تتنازل عن الايجو بتاعك شويه، وما تقولش ان ده حاجه بتهين كرامتك، وان انت لا، انت بتعرف الناس، وهو البيزنس ماشي كده زي الناس بالظبط. عمر حد جاله كول من واحد بتاع سيلز، وعلى فكره بتاع السيلز ده هتلاقيه بيقبض قدك 10 مرات، لان هو بيبيع يونت مثلا شقه ب 20 مليون جنيه، هو بياخد برسنتج منها، فهو بيعمل 10 اضعاف الرقم اللي انت بتعمله، فاهم؟ ده بس هو حقيقي. ما بيتكسف ان هو يتصل ويقول لحضرتك وايه الاوفر اللي عنده، وهيجيب وعندك استعداد تشتري ولا ما تشتريش، وهل ده مناسب ليك ولا مش مناسب. هو ف الحقيقه ان الناس محتاجه تتعلم. انا عادي يعني، مثلا ده حاجه انا شفتها، بما اني شفت ناس كده. الناس محتاجه تتعلم من سلسله العقارات دول ازاي يكون عندهم النوع من انواع اللي هو ومش اللي هو انا ما عنديش مشكله ايه. هنتعلم ده دلوقتي. اه، اللي هو يعني ايه، اتعلم تبقى سيلز عقارات بس في المجال ازاي ما تعرفش بقى. يعني خلي عندك الصبر بتاعه. احنا عندنا شقه ب 100 مليون جنيه تشتري، فهو فعلا ممكن حد يشتري وهو ما يعرفش. طيب خليني اكمل بس. دي طريقه. الطريقه التانية ان انت تتجه بقى للحاجات بتاعه الفريلانس، الفريلانسنج ويب سايتس، وزي اب وورك وفايفر والحاجات دي. طبعا انا ما برشحش فايفر برضه عشان اسرائيلي، لازم اقول لكم عشان انتوا هتلاقوه. بس زي يعني اب وورك مثلا هتلاقوا فيه شغل كتير جدا، وهو شغل ضعيف. بس انا هقول لك ان هو عند فيه opportunities كتير جدا، بس هو محتاج صبر. و... وانا مش هتكلم عليه كتير. فكره البروبوزلز وتخش تتفرج على ناس تعمل بروبوزلز ومش عارف ايه وبتاع وكده، ده ما بيجيبش، خاصه لو انت ما عندكش هيستوري في الويب سايت. اوكي. ال... انا هقول لك على حاجه، انا ممكن افتح لكم، استنى كده اجيب لكم.
كده تمام. كده ظهر. يا جماعه ايوه اه تمام. شايفين. تمام. طيب ماشي. طيب بص، ده مثلا انا في 2017 ابتديت اشتغل عليه، عملت 3 ساعات الساعه ب $10 تقريبا. خلاص. آه انا قعدت في الاول مثلا شهر كده او شهر ونص بقدم، محدش بيعبرني خالص. فكلمت حد من اصحابي كان بيشتغل عليه بقاله فتره يعني، فقال لي بص انا هقول لك على تركايه انا بعملها وبتشتغل، خاصه في الاول يعني لحد ما يبقى عندك حبه شغل. ايه التركايه؟ في ان انت بتشوف شغلانات صغيره، آه زي الشغلانه مثلا دي خدت 3 ساعات، 3 ساعات شغل. فانا الشخص كان عايز يهيرني بالساعه، فرحت آه انا مش فاكر طبعا البروجكت ده، بس اعتقد ان هو كان لوجو انيميشن او حاجه. فانا عملت اللوجو انيميشن و ورحت بعته له. فانت دي طيب من الشغلانات لازم يكون الكلاينت حاطط في التاسك نفسها تفاصيل زي اللوجو اللي هو عايز يحركه، الريفرنس بتاعه، يعني في تفاصيل تقدر تشتغل منها. والله الراجل بعته قال لي اه ده حلو قوي، طيب انت اشتغلت كام ساعه في البتاع ده؟ قلت له اشتغلت 3 ساعات. قال لي طب اهم الثلاث ساعات خلاص، وروح ايه واخد اللوجو. قال لي بس انا عايز اغير كذا وكذا، قلت له عيني، رحت عاملها وتمام. دي كانت اول شغلانه. اول شغلانه دي اصعب شغلانه في الكون. خلاص. بعد كده قعدت فتره مسحول في الشغل وما اشتغلتش، وبعد كده جالي ترانزيشن برضو مش عارف ب $50، بس ده كان فيكسد برايس بقى، هو واحد عايز يدفع $50 بس. الفكره ان الشغلانه دي فعلا، انا ليه بقول ان ما بحبش اشتغل في مصر؟ لان الريتس عندنا ضعيفه جدا على فكره. $50 ساعتها ما كانوش كتير برضو كفلوس، بس كانوا بيشتروا حاجات كتير. وانا في الاخر قعدت ساعتين بعد الشغل ولا 3 ضربتهم. بس الموضوع محتاج مجهود عشان تعرف تاخد. وبالتوالي بقى حد لقاني فاداني شغلانه ب $510، وبعد كده الدنيا ابتدت. وبعدين بص بقى يعني دي ادي 1 2 3 دول 3 شغلانات في تقريبا في نفس الاسبوع من 14 ل 25. 3 شغلانات، واحد 150 150 180 وهكذا. والفلوس ابتدت بقى تزيد كل شويه تزيد. قعدت انا شويه شغال عليه كده لحد مثلا 22 في شغلانه ب $1350. انا ما كنتش بشتغل على ابورك كتير، ما كنتش بخش ابد على جوبات غير وانا مش عارف اجيب شغل من بره او السوق واقع في الغالب. دي حاجه لو انت هتشتغل بره يعني لازم تبقى عارف ان شهر 12 و1 لنص 2 الدنيا بتبقى نايمه شويه عشان الكريسماس بقى والاعياد والحاجات دي. ف لحد نص 12 كده هم بيقفلوا اللي وراهم عشان كله هياخد اجازاته ويقعد، واللي هيسافر بقى واللي هياخد اجازه، وبيفضلوا لحد نص 1 في اجازات. وبيفضلوا عارفين كده الفتره اللي هي ما بين العيد الصغير والعيد الكبير عندنا الشهرين ونص دول الدنيا كده ايه بتبقى بتترنح في السوق في مصر. هم برضو الشهرين دول كده بتبقى الدنيا بتترنح كده، بيخلصوا التاسكات الاساسيه اللي محتاجينها. نادرا لما بيبقى كلاينت مركز وعايز يعمل حاجه يعني. فدي الطريقه بس. فهو طريقه ان انت تجيب شغل على ابورك ان انت هي مجهده طبعا، مجهده ان انت ممكن تحرك مثلا 10 لوجوهات عشان واحد منهم يأكسبتك، بس انت في النهايه محتاج تسرفايف ومحتاج توصل لكلاينت واثنين وثلاثه، فيبقى عندك سكسس ريت على بتاعك على الويب سايت، وتبتدي تجيب منه ساعتها شغل. الطريقه بقى اللي بعد كده اللي انا شخصيا بشتغل بيها واشتغلت بيها لفتره طويله ولحد النهارده انا بشتغل بيها، وهي بقى ان انت تعمل بروسبكتنج. بروسبكتنج ده كونسبت سيلز من الدرجه الاولى. هو سيلز بس ما فيش حاجه تانية ممكن تعملها، هو انت هتعمل سيلز عشان تاخد الشغلانه. فهتعمله ازاي؟ هتعمل بقى حاجه اسمها داتا سكرابنج.
مش الاوتوماتيك داتا سكرابنج اللي الهنود بيعملوه، يجيبوا 500,000 ايميل ويبعتوا لهم كلهم سواء هم عايزين او مش عايزين. لا، انت هتشتغل بنظافه شويه. خليني احاول برضو اجيب لكم. طيب هنبتدي مثلا. احنا دلوقتي قلنا هنا ان انا عندي السايكل ماشيه، ان انا عندي كلاينت، والكلاينت بيدي الايجنسي، والايجنسي بتدي الاستوديو. خلاص. طيب الاستوديو والايجنسي خلاص انت ممكن تتارجتهم مره واحده. خلاص، بس ما تتارجتش الناس بحاجه هوجاء. يعني انت لازم تكون سبيسيفيك قوي في السيرش بتاعك، وتبقى عارف انت بتتارجت مين. بالنسبه للاستوديوز، انت محتاج تتارجت الاستوديوز الصغيره. خلاص، اللي هو مثلا عند هم 10 بني ادمين او 20 بني ادم بالكتير. خلاص. الايجنسيز برضو انت محتاج تتارجت الايجنسيز الصغيره. خلاص، او الايجنسي اللي ممكن يكون عددها كبير. خلاص، يعني مثلا ممكن يكون فيها 50 واحد، بس انت لما بتخش تسيرش بقى عليها وتديك جوه قوي التفاصيل بتاعتها، بتكتشف ان هم مثلا بيعملوا 80%. خلاص، بيعملوا 80% من الشغل. 80% من الشغل بتاعهم بيبقى لايف مثلا شوت، وبيعملوا 20% موشن مثلا. فاهم؟ فانت ساعتها هتارجت الناس دي ليه بقى؟ لان هو في الغالب لو عنده 20% بس موشن، فهو بيعتمد بشكل كبير جدا على اللايف شوتينج والإيديت، ولو مزنوق في حاجه بيحتاج شطات ال 20% بتاعته دي. فهو مش هيهاير. خلي بالك الناس بره بتاخد فلوس تنينيه، بيدفعوا ارقام يعني مرتبات. وفي شركات كتير جدا بره او دول كتير بيبقى فكره ان انت تمشي موظف دي حاجه بتبقى صعبه عليهم، مش سهله يعني. على سبيل المثال مثلا، انا كانت حد اعرفه يعني شغال في ايرلندا في استوديو في سوري في مكان كده في شركه في ايرلندا. فكان هو صيدلي وعنده مشاكل مع الناس الاسيستنت بتوعه، بس مش قادر يرفدهم لان هو محتاج يقدم ايفيدنس للمحكمه عشان يقدر يرفدهم. فهو مش هيسيب شغله ويقعد مركز مع موظف عشان يرفده، هو هيستحمله خلاص. فاهم؟ فبالتالي الشركات دي بتفضل ان هي ما تهيرش حد، ال 20% دول تسيبهم فاضيين كده، ولما يبقى في بروجكت في حاجه محتاجه شغل يدخلوا عليها واحد من بره يعمل لهم ال 20% اللي في الشغلانه دي وخلاص. فدي الطريقه اللي احنا هنبتدي نفكر بيها، ان انا عندي ايجنسي وعندي استوديوز، وهتارجت الاستوديوز الصغيره، مش هتارجت الاستوديوز الكبيره. الاستوديو الكبير في شركات كبيره بتهاير فريلانسرز، بس انت لازم تكون يعني عشان تدخلها انت لازم تكون جاحد. جاحد جاحد يعني انت مش انت بتشتغل حاجه في الورلد كلاس يعني. فاهم؟ زي الناس كده اللي بتلعب في الدوري الانجليزي، انت لازم تبقى حد برنس يعني. طيب خلونا نشوف بقى احنا ازاي هنشوف الكلاينتس وهندور عليهم ازاي على لينكد ان. تعالى نجيب بقى لينكد ان. طيب ده طيب هفترض ان انا مثلا هنفترض ان انا بشتغل موشن جرافيكس، فهسيرش على موشن جرافيكس. اوكي، خلينا نسيرش على كومبانيز. بس عايز اقول لكم حاجه قبل ما نخش على لينكد ان. احيانا هو لينكد ان مليان طبعا شركات وحاجات بالهبل، بس في حاجات مصادر تانية انت ممكن تدور فيها على اسامي الشركات، وتروح تشوف الشركات دي على لينكد ان او على الويب سايت بتاعها وتجيب منهم حاجات. فعلى سبيل المثال مثلا في موشن جرافر، ده كل ارتكل هنا هتلاقيه بيتكلم عن شركه، وكل بوست من شركه معينه عملت شغل، فهتشوف اقرب حاجه للستايل بتاعك ممكن تقدم عندهم يعني. وهو على فكره ريسورس رهيب يعني في ان انت تجيب منه. وفي
ويب سايت تاني مش مشهور قوي اسمه working not working. ده ميزته ان انت عندك فريلانسرز كتير جدا موجودين على الويب سايت، فممكن تجيب مثلا اندرو ده مثلا. انا مش عارف بصراحه اللي احنا بنسجله ده ليجل ولا الليجل ان انا افتح بورتفوليوز بتاعت ناس على الحقيقه كده، ممكن يقضونا او حاجه. بس يعني ممكن نبقى نشيلها ونبتدي نشوف مثلا مين الناس اللي هو عمل لهم شغل، ونتارجت الشركات دي. دي طريقه. وطبعا لينكد ان انا عندي هنا ممكن اكتب مثلا هنا برضو لو انا بدل كومبانيز دي خليها people مثلا، ونجيب لوكيشن مثلا يونايتد ستيتس مثلا. ده مثلا ده ممكن فريلانس انيميتر، ممكن تخش عليه وتشوف لو هو حاطط البورتفوليو بتاعه. خلاص هتلاقيه بقى حاطط حبة حاجات هنا. تقدر تخش بقى على تشوف فين الشو ريل بتاعه. يعني هو تلاقيه حامل حاجة هنا الادمن تي في. خلاص دول غالبا بيهايروا ناس يعني، فانت ممكن تكونتاكتهم وهكذا. فانا هخش اشوف هو بيعمل شغل لمين، واخش انا ادور على الناس اللي هو بيعمل لهم شغل وتارجتهم. ده واحد مثلا. تعال نشوف مثلا دي بروديوسر. برضو لو هي بتعمل شغل هروح اخش ابص على شغلها واشوف ايه الشغل اللي هي بتعمله وبتعمله لمين وكده لو هو فريلانسر. الافضل في الطريقه دي بقى ان انت بتقعد تتفرج على ناس كتير وتشوف مين الناس اللي بيقدموا شغل شبه الشغل بتاعك، مش شغل منفصل تماما. والناس دي هي اللي هتشوف مين الشركات اللي بتهيرهم، او هم بيهيروا مين، لان هم في الغالب لو هو حد فريلانسر او بيعمل شغل فريلانس لشركات تانية، فده معناه ان الناس اللي هو عمل لهم الشغل هم بيهيروا فريلانسرز، فانت لازم تخش تبص عليها. طيب الحاجة التانية بقى اللي انا عايز اعملها، لو انا مثلا بسيرش بقى على شركة، فانا كتبت موشن جرافيكس فهيجيب لي ناس كتير بتعمل موشن جرافيكس. ده مثلا موشن جرافيكس ده فين ده اللوكيشن؟ خليه يوروب مثلا. خلينا نخش كده كام بتاع، فهتلاقي شركات كتير جدا. في شركة اسمها موشن نيردز، دي عندها فولورز قليلين فهم غالبا شركة صغيرة. فعشان تعرف هم كام واحد، هم بيكتبوا هنا هم كام واحد على اللينكد ان، وتقدر تخش بقى في بيبل. هم مفيش الناس مش متسجلة جوه، فخلاص اقلب دول على طول. خش على واحدة تانية مثلا، خش على بيبل برضو. دول من واحد من 11 ل 50، بس هو في اتنين بس اللي ريجسترد هنا. انا مش عارف هم دول منين، دول من المانيا تقريبا. فهنفترض مثلا ان هو توماس بينير ده بيعمل حاجه او ده. خلاص انا دلوقتي الشخص ده انا حاسس ان هو الشخص اللي انا مش عارف طبعا هو بيعمل ايه بالظبط، ان هو كاتب بالالماني. بس هنفترض انت خش دور على البروديوسرز الهيد اوف ديبارتمنتس. لو شركه صغيره قوي فيها 5 10 الحاجات دي، فاسهل طريقه ان انت توصل ان انت تارجت الفاوندر بتاع الشركه على طول يعني. فهروح اشوف كده. طب انا دلوقتي عايز ابعت للراجل ده، لو هم عندهم الشركه اخش على الشركه واروح ادور على الاباوت بتاعهم، الاقيهم حاطين الويب سايت. هفتح الويب سايت، يا اما الاونرز دول هيبقوا حاطين في الغالب الشركه تلاقي ليها ايميل. ابعد عن الموضوع ده خالص، لان دي اكتر حاجه لو انت كتبت لهم ايميل دايركت دي اكتر حاجه تترمي في الزباله، محدش هيشوفها اصلا. ف هتلاقي طبعا جوبس برضو هتلاقيهم حاطين ايميل او حاجه ان انت ممكن تكونتاكتهم من الجوبس. ما تعملش كده، هم مش حاطين التيم بتاعهم هنا. فالحل دلوقتي ان احنا نجيب الايميل. لو انا عايز اكونتاكت ايفان ده، الايميل بتاعه،
ففي اكستنشن. يا جماعه اقفلوا المايك بقى باذنكم. في اكستنشن ظريف قوي انا بستعمله، اللي هو ده اسمه كونتاكت اوت. خلاص، هو جوجل كروم اكستنشن كده ظريف وخفيف يعني. فوانس ان انا دخلت عليه ورحت هينزل لك هنا هو في الكروم، هتدوس عليه هيقوم جايب لك الايميل، قول له فيو ايميل واعمل له كوبي وروح ابعت له ايه، ايميل. بس احنا طبعا مش هنبعت ايميل على طول، انا هقول لك احنا هنعمل ايه. احنا نقعد نسيرش كده، وبعدين احاول بقى اشوف ايفان ده بيعمل ايه الحاجات اللي هو بيشيرها. بيربي قطط، بيربي كلاب. احاول ادور على حاجه كومن ما بيننا، ما ينفعش كده اخش له تمام. او خلاص بقى غلبت خالص، خلينا نخش له من ناحيه الشغل، ان انت شفت له شغل والشغل ده كويس بتاعه، وان انت حابب الشغل بتاعهم وكده. مش هينفع تخش كده، ده يعني شخص انت ما تعرفوش، فده اسمه كولد ايميل. انت هتبعت كولد ايميل زي الكولد كولز اللي بتجيلنا من الناس بتوع السيلز اللي بيبيعوا اي حاجه، شقق بقى، فلاتر ميه، اي حاجه من الحاجات دي. فالمفترض ان انت تعمل جدول. خلاص، في حبه حاجات. آه، الجدول ده ممكن تقسمه. خلاص، تكتب فيه النيم مثلا، وتكتب فيه الايميل، وتكتب فيه نوت. خلاص، النوت دي بقى اللي انت هتكتبها دي هيبقى فيها حبة حاجات معلومات عن الشخص اللي انا هكونتاكته. وطبعا انت عندك كده الايميل، وتكتب الشركة بتاعته، الكمباني بتاعته او الاستوديو. وتعمل بقى جدول. ده اسهل حاجة طبعا، هو انت المفروض تستعمل CRM. اوكي. ف انا قعدت فترة بستعمل هاب سبوت، اللي هو ده هاب سبوت ده. عندهم CRM فري. في حبة اوبشنز مش موجودة فيه، بس هو تمام يعني. هيقدر تفتح كونتاكت لكل واحد وتكت يعني زي كده، يعني هتكتب فيه الديتيلز بتاعته، ويقدر يسجل، تقدر تبعت من عليه الايميلز بتاعتك. خلاص. آه لو مش عايز تعمل كده، انا جوجل شيت تمام قوي في الموضوع ده، حاجه بيزك جدا لحد ما تبقى ادفانسد. ممكن بقى تجيب ستريك او حاجه من جوجل او كده. بس زي ما بقول لك، يفضل انت ما تصرفش فلوس طول ما انت ما عندكش فلو من الشغل، وما عندكش كميه كبيره من الكلاينتس محتاج تهندلهم يعني. هنفضل نجمع بقى في الداتا دي زي ما احنا عملنا في الشخص ده بالظبط. طيب، لو انا عندي بقى، خليني افتح كده البتاع. لو انا الكونتاكت ده كونتاكت اوت ما جابليش الداتا بتاعته، ممكن اجرب اللي هو ليد ليبر ده. برضه ساعات بيجيب ايميلات، ده ما بيعرفش يعملها، ده بيعرف يعملها والعكس. واكيد في اكستنشنز تانية اكتر. وفي حاجة تانية اسمها هانتر، ده معظم الناس بتستعمله بره، بس ده بيشتغل بطريقة مختلفة شوية. ده مش بتسيرش على الشخص نفسه، انت بتجيب الشركة، بتجيب دومين الشركة. آه اللي هو مثلا اللي هو كان في الاباوت ده هنا، وبتروح تاخده كده وتروح على هانتر، ترميه هنا. خلاص، وتسيرش عليه. فانت مثلا لو انا كنت هنا مسيرش على هاب سبوت، لو عملت على هاب سبوت فهيجيب لك ايميلات ناس، وهو هنا عشان الايميلات كتير قوي ومتقسمين بقى. خلاص، ففي الناس اللي هم بتوع الارت اند ديزاين، فممكن تشوف مين ده الدايركتور وده السينيور دايركتور بتاعهم، فممكن تكونتاكت واحد منهم تقول له ريفيل فيجيب لك الايميل بتاعه. فهو مفيش حاجه ستريت فورورد انا عامل كده فهاخد الحاجه على طول يعني. طيب، آه احنا لمينا حبه ايميلات وعرفنا حبه حاجات عن الشخص.
اللي بيعملها، يا اما ابتدي افتح كونكشن بيني وبينه، لان هو لازم يعرف عنك حبه حاجات. اولا الطريقه يعني الصحيحه ان في البروسبكتنج ده هو في 3 مراحل. اول حاجه ان هو يعرفك، تاني حاجه ان انت تعجبه، وبعد كده تبني مرحله التراست. ان هو يعرفك وان هو تعجبه، والتراست دي بتيجي اسهل حاجه ليها ان واحد يرفيرك ليه. يعني انا اعرف محمد ومحمد يعرف احمد، فانا بدل ما اروح اكلم احمد على طول اكلم محمد اقول له يا محمد انا شفت ان انت تعرف احمد وانت ومحمد عارفين بعض، فمحمد يوصلك ليه. فده بشكل كبير في نوع من انواع التراست، يعني هتوصل ليه. غير كده انت محتاج تاخد حبة وقت، ايميلات، تبعت ايميل ان انت بتعمل كده، وبعدين بعديها بفترة تبعت ايميل تاني تفولو اب على الايميل الاولاني وتقول له ان انا شفت كذا وكذا، او ان انت عملت شغل جديد بعد شهر او 2 او 3، فانا حبيت ان انا كنت نفسي اشتغل معاكم، فانا حبيت ان انا ادخل معاكم في شغل ومش عارف ايه وبتاع وكده. خليني اقول لك على حاجة تانية برضو، عشان احنا دلوقتي هنبعت ايميل. طيب انا مجهز 2 سامبلز هنا. واحد اللي هو لو انت رحت، طبعا خلي بالكم شات جي بي تي او اي اي هيساعدكم قوي في ان انتوا ترايتوا الايميلز بتاعتكم. وانا كنت زمان بستعمل حاجه اسمها جرامرلي عشان اعرف اكتب الايميلز كويس. بس هو غالي، النسخه البيد بتاعته غاليه قوي. وفي دلوقتي بقى عندنا شات جي بي تي وكوبايلوت وديب سيك والحاجات دي كلها. فالطبيعي الفورمولا اللي هي الفورمال قوي للايميلات اللي هو حاجه زي اللي انا كاتبها دي، ان انا هاني، انا بشتغل موشن ديزاينر من 20 سنه وبعمل انيميتد اكسبلينر فيديوز وكونتنت للستارت اب والايجنسيز. خلاص. انا I came across post like looking for someone to help with app launching animations مش عارف ايه، والكلام بقى الدباجه وخلاص، وان انا عايز اشتغل معاكم ومش عارف ايه وبتاع. الحقيقه ان انا لما جربت الطريقه دي انا بالنسبه لي مش لطيفه. ليه بقى؟ لان انا لازم اكون فاهم حاجه قوي. انا لما بروح اكونتاكت استوديو، فين انا عندي استوديو او ايجنسي، لو انا هكونتاكت استوديو او ايجنسي، ففي الحقيقه لا الايجنسي اللي بتهيرني ولا الاستوديو، في بني ادم جوه هو اللي بيهيرني، وبالتالي انا لازم اتكلم مع البني ادم ده بشكل فريندلي اكتر. فالطريقه اللي انا بقى وصلت لها بعد كده ان انا ما اروحش اتكلم مع الناس دي على اساس ان هم شركه كبيره ومش عارف ايه بتاع، انا عايز اخش للشخص اللي انا بكلمه. فانا ما ببتديش بقى بدير والحاجات الجميله بتاعت الايميلات دي، انا ببساطه كده هي وبكتب الاسم، عامل ايه النهارده ولا الدنيا عامله ايه، انا كنت بتفرج على الشغل بتاعكم على الانترنت ومش عارف ايه وحاجات عجبتني، ولازم تكون اتفرجت فعلا على شغل، ويفضل ان انت تفصص الشغلانه وتبقى عارف ايه اللي حصل في الشغلانه، فتقول له ان في حاجه عجبتك جوه الشغلانه، وان انت شايف ان انتوا الشغل بتاعكم قريب من بعضه، وان انتوا ممكن ايه وان انت كنت مبسوط ان انت كونتاكتهم ومش عارف ايه وبتاع وكده، وتعرفوا بنفسك بشكل بسيط، انا هاني انا موشن ديزاينر، وتقول له نفس الكلمتين ان انت بتعمل انيميشن وكونتنت ومش عارف ايه وبتاع، وبعد كده تقول له ان انت كنت حابب ان انت تتعامل معاهم او تبتدي تكولابريت معاهم، يعني تعمل معاهم شغل، والشغل ده وتاكد تاني ان انت الشغل بتاعك عجبهم ومش عارف ايه وبتاع وكده. لو الشخص ده طبعا انت الاحصائيه بتقول ان انت كل 100 ايميل ممكن يتفتح منهم 20 ويرد عليك 2 3 تقريبا يعني. فعشان كده بقول لك الموضوع مش سهل خالص ان انت تبقى فريلانسر. انت محتاج
ديسيبلين اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، ان انت كل يوم تقعد تبعت ل10 بني ادمين مثلا في اخر الشهر يبقى رد عليك كذا. خلي بالك ان الايميلات اللي بتتفتح والناس ما بتردش انت لازم تفولو اب عليها بعد 3 شهور مثلا، بس لازم تفولو اب بشغل جديد او بحاجه جديده. خلاص. عشان يبقى في سبب ان انت تكون بتبعت له ايميل، مش جو السيلز انت احنا بنبيع شو انت عايز ولا مش عايز، احنا بنفكرك بالاوفر بتاعنا. فاهم؟ حتى لو انت واحد بتاع السيلز ده المره اللي بعديه بيقول لك احنا كنا كلمناك من فتره ودلوقتي احنا عاملين خصم على المقدم نزل من كذا لكذا، فهل حضرتك تحب تشوف الاوفر ولا ما تحبش؟ هو لقى سبب بيكلمك، هو عندهم ابديت، هو بيحاول يابديتك بالابديت ده، مش بيتكلم لمجرد ان هو بيتكلم. طبعا هو في عبث بيحصل في مصر، بس يعني هو ده في الغالب الشركات الكبيره بتعمل الحركه دي يعني. الحاجه التانية بقى، الطريقه التانية بقى، يعني كده احنا خلاص احنا وصلنا للايميل. طيب انا بعت الايميل، انا عايز اعرف كم ايميل اتبعت، لان انت هتبعت ايميلات كتير ومش هينفع تفضل تبعت نفس الايميل على طول. انت لازم تفضل تغير في الايميلات لحد ما تلاقي استراتيجي في الايميل مناسبه بالنسبه لك اشتغلت معاك. خلاص. انا بالنسبه لي ده اللي اشتغل معايا. خلاص. في ناس تانية بيشتغل معاهم الايميلات الفورمال اللي فوق دي، وهكذا. كل واحد بيبقى ليه طريقه معينه في ان هو يكتب الايميل بتاعه ويشوف البتاع. طب انا عايز اعرف الايميلات دي اتفتحت ولا ما اتفتحتش. باي ذا واي، الايميل 90% هيتفتح او مش هيتفتح من السبجكت بتاعه. فانت لازم تختار تقعد تجرب في السبجكتس اللي انت بتحطها لحد ما تعرف انهي ريت او انهي طريقه بتخلي الناس تفتح الايميل. طيب هتقولي دلوقتي طب ما انا بعته، انا هعرف ازاي ان هو هيفتح ولا مش هيفتح اصلا؟ طيب يجي هنا بقى دور اكستنشن تاني اسمه ميل سيوت او الايميل تراكر. خلاص. الايميل تراكر ده برضو اكستنشن سجله عندك. هي اول ما الشخص اللي فتح الايميل ده يفتحه هيبعت لك ايميل يقول لك ان الايميل ده اتفتح. خلاص. فدي فاحنا دلوقتي عندنا الاكستنشن ده اللي هو الميل سيوت او اللي هو الايميل تراكر بالذات، يعني ده اللي انا محتاجه. ما تدفعش حاجه برضو دلوقتي. هو في فيرجن فري يعني. وال الكونتاكت اوت، الاثنين دول بالنسبه لي دول اهم تو اكستنشنز انا بستعملهم وانا بكتب البتاع. مؤخرا طبعا شات جي بي تي، انت شات جي بي تي دلوقتي ممكن يساعدك في حاجات كتير قوي يعني. فاهم؟ انت يعني ممكن تعمل بيه اي حاجه. لو انت قلت له ان انا عايز اكريت جوجل دوك فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وانت ما بتعرفش تشتغل جوجل دوكس قوي او جوجل شيت قوي، هيكريتها لك يعني. فاهم؟ هو الموضوع بقى بسيط قوي، اسهل من زمان بكتير يعني. المهم دي باختصار الطريقه اللي انت عشان تبقى فريلانسر ومحتاج تجيب شغل. هي دي الطريقه، ان انت دلوقتي بقيت شركه وفتحت عندك سيلز ديبارتمنت في الشركه بيعمل بروسبكتنج وبيجيب كلاينتس وبتقدر تفتح معاهم. انت بقى حاول توصل لايميل سوري لميتنج باي طريقه معاهم، لان الميتنج ده هيجيب شغل. خلاص. او على الاقل يا اما هيستريحوا لك وهترغوا مع بعض. ولازم من الحاجات اللي تعملها في الميتنج ان انت ما تخشش تدب الكلمتين اللي انت عايز تقولهم وخلاص. حاول تتعرف عليهم اكتر كاشخاص مش كشركه. يعني حاول تقضي 5 دقايق في الاول كده ان انا بعمل كذا وبسوي كذا ومش عارف ايه وبتاع، بعيد عن الشغل. وانا بحب العب جيتار، انا مش عارف ايه، انا شفت واحد فيكم بيلعب جيتار، انا بحب العب جيتار بس انا بحب الرسم اكتر. فاهم؟ يعني حاول تبني حاله من الايه، من الصحوبيه معاهم اكتر من ان هي البتاع. وانت مش رايح تبيع، ما تبيعش، اوعى تبيع. طول ما انت بتبيع عمرك ما هتسلك. تاني حاجه نصايحي ليك ان انت تبقى
صادق وامين مع الشخص اللي انت بتشتغل معاه. يعني لو انت الشغلانه دي كبيره عليك، قول له ان الشغلانه دي كبيره عليا، انا مش هقدر هندلها. على فكره هيحترمك. او قول له اديني وقت، الشغلانه دي صعبه ان انا اشيلها لوحدي، فخليني اشوف احاول اقدر اوصل لتيم يشتغل معايا، لو قدرت انا هرجع لك بالتفاصيل ومش عارف ايه. حاول تعمل الموضوع ده بسرعه وترجع له يعني. آه، فكره الامان يعني، حاول تلاقي حل مناسب بروفيشنال بينك وبينه عشان الدنيا تبقى ماشيه تمام. وانس بقى ان انت الجيل جه والدنيا مشيت خلاص، انت فريلانسر بقى. حاول تسيت اب الشغلانه بشكل محترم. آه، تقدر تعمل ستيبس تبعتها لهم كأذا تشيك بوينتس، عشان لو في اي تعديلات في الطريق تقولها. حاول تخليك واضح من الاول ان انا ببعت، فانا محتاج ان انتوا تردوا عليا خلال 24 ساعه او 48 ساعه عشان الحق اسلم في الديدلاين. خلي بالك الناس بره مش دايما راشد اوت يعني، مش دايما لابسين في حيطه. هم بلاند اكتر من ان هم يبقوا لابسين. ولو حد فيهم لابس، دي هتبقى اول حاجه هيقولها لك، مش هيستناك. مش هيقول لك طب قول لي تخلصها في قد ايه، والجو بتاع حوريني يا كيكه بتاع مصر ده مش هيحصل يعني. هو هيقول لك احنا محتاجين نخلص الشغلانه دي في الديدلاين الفلاني، هل ده مناسب معاك ولا مش مناسب؟ وش معاك، لان هو عارف ان الشغلانه مزنوقه، هو مش جاي يتفسح. آه انا تقريبا يعني خلصت، محتاج اسمع اسئلتكم بقى. آه ولو حد عنده اسئله سواء بخصوص الفريلانس او بخصوص اي حاجه تانية، انا معاكم يعني. طيب خليني انا ممكن اقود الحته دي كده، وابتدي من الناس وافاجئهم اقول لهم من تحت لفوق يا شباب. يعني هسال من دايركت كده من اخر واحد لحد اول واحد. فاللي عنده سؤال وعايز يساله، انا هنادي بالاسم ويجاوب على طول. سواء يجاوب بان هو يكتب السؤال، يعني لو انت ما عندكش مايك او مش هتعرف تتكلم في المايك، ممكن تكتب السؤال في الشات بتاع اللايف شات، او هتفتح المايك وتجاوب على طول. عشان برضو الوقت، لان في ناس كتير، احنا كتير، فمش عايزين نضيع وقت الوقت قوي يعني. اوكي، يعني اللي هنادي اسمه يعني يجاوب يا اما يسكت. خلاص كده عدي اللي بعدك على طول. اوكي، اللي عنده سؤال عايز يكتبه على الشات، اللي هيسال هنادي اسم تجاوبنا على طول. يلا تعالوا كده نبتدي من تحت لفوق. محمد سعيد، عندك اي سؤال؟ اوكي طيب. خديجه، ابو البراء، عندك اي سؤال؟ لا لا، ما عنديش سؤال. ايش هجي لك انا. ياسر، يارا، ثابت. اوكي، شمس، آه، سارة، ريهام. اوكي، روان، أمنية. اوكي، عمر. ايه يا جماعه، معقوله عارفين كل حاجه؟ مش عايزين اي يا حاجه؟ لا، ده لسه طويل قوي. اسمه ايه ده يا ربي؟ علا، نور، نورهان، نوران، نجوى. يا الناس شاطرة أوي، أنا مش مصدق نفسي. ماشي أوكي. ندى، محمد خالد إبراهيم. السلام عليكم. اتفضل يا نجم، اتفضل. ندى تعالى. تمام، شكرا. الحمد لله تمام، اتفضلي. صوتي مسموع؟ أيوه، ممكن تعرفينا بنفسك، أنت منين وإيه تخصصك وحابة تسألي في إيه؟ أنا ولا حد تاني؟ لا حاولي تعلي الصوت أو توضحيه شوية، يعني في حاجة غلط في الصوت. أوكي. طب ممكن تكتبي، لو أنت الصوت عندك هيكون في مشكلة، اكتبي أفضل. أوكي؟
اوكي. طب انا ممكن اقول حاجة مع عقبال ما تكتب ايوه فيما اتفضل. بعد. ماشي. حتة التسعير، مسألة التسعير بقى للشغل كفريلانس. بص بقى، التسعير ده قصته طويله قوي، بس انا هلخصها لك كده في الانجاز يعني. اولا هو في جزء كبير هيتوقف على الماركت اللي انت بتشتغل جواه. ف وعلى حسب الشغل اللي انت بتعمله والكواليتي اللي بتطلع وحاجات كده. بس لو انت حد لسه بيبتدي، خلي بالكوا الحاجه اللي انا قلتها من الاول، ان انت لو انت مش احسن من 75% من الناس اللي في المجال، فانت ريبليسبل بشكل كبير جدا، فالسعر هيبقى حاجه تنافسيه جدا في ان انت تقوله. الطريقه ان انت تحسبها بيها، هنفترض ان انت حد بيعمل مثلا الستريتور، هنفترض ان انت مرتبك 10000 جنيه مثلا. ال 10000 جنيه دول مقابل كام ساعة شغل؟ 40 ساعة شغل تقريبا في الأسبوع، اللي هم 160 في الشهر، أو 100 حاجة و60 في الشهر، حاجة كده يعني. فأنت اقسم عدد الساعات على عدد الساعات على الفلوس على عدد الساعات، فيطلع لك رقم تقدر تحط. الطبيعي بره ان مثلا يعني لو هو مهاير حد ب ب 5000 دولار مثلا في الشهر، فلو هو جاب واحد فريلانسر من بره، هنفترض ان ابو 5000 دولار ده مثلا، انا مش عارف هو كام، بس هنفترض ان هو بياخد 50 دولار في الساعه مثلا. فاللي جاي من بره مش هياخد الرقم ده، هياخد اكتر. فاهم؟ هياخد 75، هياخد 100، فاهم، في الساعه الواحده. الاستوديو بيلجأ للموضوع ده لان هو بدل ما يدفع، هنفترض ال 10000 في ال 12 شهر دول ب 120000 جنيه، لا، هو انا مش محتاج الفريلانسر ده طول السنه. انا ممكن لما تيجي شغلانه وانا محتاجه، ابقى ادفع له في الاسبوع الواحد في شغله 10000 جنيه، بدل ما ادفعها له في الشهر. بس ده وفر عليا ان انا مش عارف كباسة الشغل عندي عامله ازاي، فاهم. وفي الغالب مفيش استوديو مبقاش عنده ناس خالص، بيبقى عنده كميه من الناس بيكفروا مثلا 60 70% من الشغل، وهم دول اللي يقدر يوفر لهم شغل طول السنه كل شهر، ويقدر يتحمل تكلفتهم. ال 30% بقى دول اللي هو بيلعب فيهم. فالطريقه الاولانيه ان انت تحسب بالساعه، تحسب ساعتك او بيوم الشغل. يعني والله انا بشتغل اليوم بالنسبه لي مثلا هنفترض 1000 جنيه، الشغلانه دي هتاخد اسبوع، فالشغلانه دي ب 7000 جنيه. خلاص. مع الوقت بقى لو انت شخص عندك اكسبيرينس كبيره شويه، مع الوقت يعني هتلاقي ان انت تقدر تقيم الشغلانه دي بالنسبه لعوامل كتير قوي. اولا الفاليو بتاعتها بالنسبه للكلاينت، خلاص، هي قد ايه مهمه، وقد ايه الفيديو ده اللي انا بعمله او الالستريشن دي ممكن تعود على البيزنس بتاعه بفلوس قد ايه. تقدر تعرف افريج الكوست في الاندستري اللي انت بتشتغل فيها قد ايه تقريبا. خلاص. الوقت اللي هو عايزه فيه، لو هي شغلانه مستعجله، كل ما الشغلانه تبقى مستعجله كل ما فلوسها تبقى اكتر. آه وهكذا لو هو مريحك في الوقت. النصيحه بس اللي انا في حته الفريلانسنج دي، حاول تديبيت مع الكلاينت في ان انت محتاج وقت شويه، وتنفست في وقتك، تشتغل وقت اطول بسعر اقل، في سبيل ان الشغلانه تطلع احسن وتتعلم حاجات جديده. فانت حاول تقنعه بان انت بشكل ما، لا اقول له خلاص انت محتاج الشغلانه دي في اسبوع، انا اقدر اطلعها في اسبوع، بس انا عندي اقتراح دلوقتي، مش عارف هو هيمشي معاكو ولا مش هيمشي معاكو ازاي. فقول له ان انا ممكن اخد فيها 10 ايام او 14 يوم، بس انا بدل ما احنا اتفقنا على 1 2 3، انا ممكن ازود 1 2 كمان عليهم، في سبيل ان الشغلانه تطلع احسن، وده هيعود بالنفع عليك وعليا.
انا هبقى عملت شغل احسن وانت هتبقى ما خسرتش فلوس اكتر وخدت كواليتي احسن. لو الكلاينت تمام مع الموضوع هيقول لك قشطه تمام انا موافق. بصوا انا يعني المايند سيت بتاعتي شويه عشان بقالي فتره ما بشتغلش جوه مصر، فهي سيستماتيك على الناس بره. ف فمش كل اللي انا بقوله ده ابليكابل على الناس اللي بتشتغل جوه. الناس اللي بتشتغل جوه دي في في اللالا لاند يعني. بس اوفر اول النصايح دي عامه تقدر تطبقها على اي حاجه. انت برضو لازم تفضل فاكر وانت بتقول السعر ان انت ريبليسبل، حد يقدر يروح لحد تاني غيرك. فدايما التارجت بتاعك ان انت تطلع كواليتي وتقدر تسلم حاجات في وقت الناس التانية ما تقدرش تعمله. فاهم؟ يعني لازم توازن ما بين الموضوع. انا قعدت فترة من الوقت شغال على فكرة ان انا بطلع افريج كواليتي في وقت سريع جدا ب... بفلوس ممكن تكون اعلى من المتوسط بشوية. فالفورمولا دي كانت احسن بالنسبة للناس. فانا كان ممكن في الشهر اضرب 8 دقايق في حين ان ناس تانية ما تقدرش تعمل في الشهر 8 دقايق لوحدها. بضربهم انيميشن بالستريشن بكل حاجه. فاهم؟ هي دي الفكره بس اللي انت لازم تبقى حاططها في دماغك وانت بتسعر الشغل. في النهايه انت محتاج شغل. كل ما تعمل شغل احسن كل ما تقدر مع الوقت تعلي سعرك، بس ما تضربش ارقام في الهواء. خلي بالك للسوق برضو يعني. انا هقول لك على مثال. مثلا انجلترا مثلا بيبتدوا سعر الدقيقه عندهم ما بين 1200 ل 1600 استرليني تقريبا ما بين انيميشن والستريشن. فانا عايز الشغل، فانا ممكن بالنسبه لي لو خدت في الدقيقه 800 او 700 استرليني ده رقم كويس بالنسبه لي. مش هقول بقى لا اصل هو بيدفع 1600 بره كده. هو انت مفيش اصلا اي ميزه يخليه يروح لك. انت واحد قاعد في مصر او قاعد في الوطن العربي بعيد بره بلده بره كل حاجه. فاهم؟ هو ما يعرفكش وما يعرفش الكالتشر بتاعتك وما يعرفش عنك اي حاجه وما يعرفش ايه طريقه التعامل. فاهم؟ فهو بياخد ريسك، فانت لازم تديله مبرر ان هو ياخد الريسك ده. فاهم الفكره؟ بس مش عارف انا وضحت النقطه ولا لا، بس يعني لا تقدر وضحت تقول برضو. النقطة كده وصلت لك أشرف؟ الدنيا شكرا يا هاني. طيب تمام اوكي. طب نخش بقى في اللي بعده. سبارو هوك او او نوران او نجوى. نجوى سهلة الكتابة، فخلينا نشوف الناس اللي بتكتب هتكتب ايه. ندى، محمد، محمد هادي، ميسرة، مازن. عندكم أي أسئلة؟ اوكي طيب. لا، مروة. انا عايز اي اسال نجوى بس. هي بتقول ان هي عندها كذا سكيل بعيد عن بعض، بمعنى ايه؟ يعني سكيل بتعملي هاند وورك وبتعملي انيميشن مثلا، حاجتين بعيد عن بعض، ولا حد بيعمل انيميشن وبيعمل الستريشن او حد بيعمل فويس اوفر وبيعمل الستريشن كده يعني؟ هي ممكن تكتبي يا نجوى واحنا متابعين معاك. طيب مين هنقول؟ ميسرة، مازن، مروة، مارينا، مريم عمار، محمد سامح. عندكم أي أسئلة؟ كوكي، خلود، هنا، همس. عندكم أي أسئلة؟ لو حد عنده سؤال يا ريت يكتبه، لو مفيش تمام اوكي. طيب همس، غدا، فيدر، تحيات. فاطمة. ليه اوكي طيب ازيك يا فيدر؟ يعني آه. ارجعك اشدك طيب ترجع. اسأل طيب، يلا اتفضل. اقدم نفسي طيب ان انا فيدر ايه، ان انا صالح حمزة، موشن ديزاينر. يعني يمكن انت بتتكلم عنه دلوقتي انا ريليتد ليه شويه، لان انا بقالي حوالي سنه ونص فريلانسنج في يو كي ويو اس. اشتغلت مع دايركتورز كتير، اشتغلت مع استوديو باف، مش اشتغلت اللي هو كنت معاهم بالفعل في بروسس ان انا اروح هناك يو كي.
فالحاجات اللي انت بتقولها كلها نوعا ما ريليتد ليها، بس في كام حاجه ممكن يطول الكلام فيها شويه. بس حته التسعير انت كنت بتتكلم فيها من شويه، وانت بتقول ان الشخص لما يجي لك والحاجه هنازل مثلا في UK ب 1200 استرليني، فانت مثلا تنزل من سعرك ل 800. صراحه لما انا عملت حاجه زي ديت لقيت ان اغلب الكلاينتس بيتخضوا، لان هم بيبقوا جايين بمايند سيت ان انت بتقدم نفس الكواليتي بتاعتنا، فاحنا هناك بنقدم الحاجه مثلا ب 2000 استرليني، فاحنا جايين بنسالك على السعر عشان خاطر نعرف اذا انت في نفس الرينج ده ولا لا. بس لما يجي اقل بيتخض جدا منها يعني. بص انا هقول لك على حاجه. لو انت خدت بالي انا بقول ان انت كل ما الكواليتي بتاعتك بتعلى، انت تقدر دلوقتي لو انت بتطلع نفس الكواليتي بتاعتهم بنفس تفاصيلها بنفس كل حاجه، فانت تقدر تكمبيت معاهم. خلاص. انا تقريبا انا عارف انا اعتقد انا عارف بشوفك على لينكد ان كتير غالبا. لو هو انت صح حمزه اللي انا اعرفه، فانا عارف انت الكواليتي اللي انت بتحط فيه شغل، لا انت بتكمبيت معاهم مع احسن ناس هناك. فاهم؟ مش التوب 10 يعني، بس انا بتكلم في ان انت من على الاقل من احسن 25% من الناس هناك. انا بتكلم على شخص لسه بيبتدي. فاهم؟ مش شخص اوريدي عنده اكسبيرينس واوريدي بيطلع الكواليتي اللي هم بيطلعوها زي اي حد هناك. فاهم؟ لان خلي بالك انا برضو بتكلم من مايند سيت ان انا عارف ان الاغلبيه في مصر الناس مش احنا ما بنطلعش الكواليتي اللي هناك، ومعظم البورتفوليوز عندنا بورتفوليوز عاديه جدا واوت ديتد كمان. يعني حتى الستايلز الانيميشن اللي احنا بنعملها هي اوت ديتد بشكل كبير جدا. انا عارف انت اكيد فاهم اللي انا بقوله ده. ايوه بس لو انا بطلع الكواليتي بتاعتهم، فليه ما اخدش الفلوس بتاعتهم؟ هي فاهم؟ يمكن اللي انت كنت بتقوله، معلش لو انا قطعتك اعتذر يعني، بس يمكن اللي انت كنت تقوله هو كان شيء برضه انا كنت متفهمه. بس وقت الشغل الحقيقي لو انت عارفش قيمه نفسك محدش هيسمع عليك ولا حتى الاجانب. يعني يمكن المره الوحيده اللي حصلت ان انا رحت قلت للكلاينت هناخد منك في الساعه $30، قال لي لا انا هديك 70، هو اللي قال لي. ووقتها فعلا وفى كلامه، انا استغربت. فدي حاله نادره قوي. لكن الناس تانية اللي قلت لهم 30 يا اما هيرفضوك عشان شايفينك لا غير ثقه، يا اما هيحسوا ان انت لو بادجت قوي فمش هتطلع لك الكواليتي اللي احنا عايزينها يعني. بالاضافه لحاجه تانية، وانت بتقول على حته الكواليتي دي، الحقيقه ان هي مؤخرا ادركت ان مش ده بس المعضله عندنا هنا في مصر او بشكل عام. المشكله الحقيقه ممكن تكون في السوفت سكيلز، اللي هو انت مش عارف تبريزنت. في ناس كتير على فكره الكواليتي بتاعتهم اسوأ مننا، بس مجرد ان هم بيعرفوا يعملوا بريزنتيشن سكيلز ويعرفوا يخشوا يقفلوا الديل في الميتنج مع العميل، فبيعرفوا ياخدوا اللي هم عايزينه. فاحنا يمكن يكون اللاك بتاعنا برضو زي ما هو لاك بورتفوليو بنفس القدر، هو لاك عارف عقده الخواجه بتاعت انت في ميتنج مع اللي في UK. باشا عادي يا باشا، ده بالعكس انت ممكن كمان تبقى بتعمل له اكتر من اللي هو عايزه يعني. ايوه، وده دليل ان في استوديوهات كده. انا ليا اصحابي كتير جدا قاعدين في انجلترا اصلا وشغالين في اكبر استوديوهات هناك. فاهم؟ بالظبط. بس انا مش قصدي كده. انا بتكلم برضو خلي بالك انا الميجوريتي بتاعت الناس اللي موجوده ناس لسه عايزه تبتدي. فاهمني؟ انا مش عايزه يخش بقى يكمبيت في الحته اللي هيبقى صعب ان هو يكمبيت فيها اصلا. فاهم؟ فلو انت رحت الكتاب ده، انا عارف الكتاب ده رهيب. الكتاب ده بصراحه يعني ما خلصتوش كله بس ماشي فيه. بصراحه بيراجعوا كتير على موضوع التسعير والحاجات دي كلها، وحته برضه انت تاخد انهي عميل وانهي عميل لا، او عميل لا. بس حته الكواليتي بتاعتنا فرق بره وجوه. هي مش فرق تكنيكاليتي قد ما انها فرق يعني عايز اقول لك ان في جزء كبير جدا من السوق في UK وفي US عايز شغل رديء جدا وباسعار عاليه، رغم ذلك احنا ما بنعرفش نوصل له. فاهمني؟ يعني ممكن اقول لك الماجوريتي اللي موجوده دلوقتي هتقدر توفي احتياج 60 او 30% او 40% كمان من السوق UK وUS وبادجتس عاليه جدا. بس كل ما في امر ان هم ما عندهمش السوفت سكيلز الكافيه ان هم يقدروا يتواصلوا معاهم، ولا حتى هم بيديروا حياتهم والسكيلز بتاعتهم ان هم يعرفوا يشو اوف يظهروها كويس، الحاجات دي كلها. انا معاك في الموضوع الصراحه. فكره بص يعني انا بصراحه انا بقالي دلوقتي فتره طويله بشتغل بره يعني. التفاوض بره انا بحسه سهل، الناس واضحه وصريحه. فاهم؟ لما بحس ان هو بيقول لي الشغلانه دي باكس وانا بقول له لا دي باكس ونص. فاهم؟ هو يا اما بيقول لي ان انا هرجع للناس اللي هتاخد القرار، او
انا ما اقدرش اعملها باكتر من كذا، قول لي عشان انا ممكن اشوف حد تاني، فاهم؟ هو احيانا بيبقى بيبلف يعني، فاهم؟ بس بشكل كبير هم صرحة وما عندهمش التحوير ده، باستثناء السوق الامريكي هو اللي بيحور كتير قوي. بس الانجليز الاكسبيرينس بتاعتي معاهم اظرف بكتير. الناس واضحين، انت عايز اكس من الفلوس، طب انا اقدر ادفع اكس او ما اقدرش، فاهم؟ ما اقدرش دي بيختفي خلاص. فانا جربت ده وده، فانا ما اقدرش يعني ما اقدرش، فاهم؟ لو هو يقدر ممكن يقول لك لا انا ممكن اعلي البادجت لاكس ونص، مش هديك الاثنين اكس. دي نادرة جدا دي بصراحة، يعني اللي إن حد ايه؟ يقول لك ان هو هيعلي البادجت دي ما لا قليلة حصلت جدا. معايا كذا مره يعني. بس بص الحاجات دي بتحصل يعني. انا في كلاينت مثلا من سنغافوره قعدت اشتغل معاه ظهر يعني، قعدت اشتغل معاه 4 سنين مثلا، يختفي شهرين ويظهر، يختفي شهرين ويظهر، فاهم؟ أيوة. فمؤخرا بقيت بقول له لا، بيقول لي مثلا الشغلانه دي البادجت بتاعتها كذا، تقدر تعملها بالبادجت دي ولا ما تقدرش، فاهم؟ اقول له لا والله البادجت دي قليله انا عايز كذا، فيقول لي طيب بص احنا ممكن نرفعها لكذا عشان انا مش هقدر ادفع الرقم ده. مهم. فانت مع الوقت يعني انا بصراحه احسن اكسبيرينس ليا في الفريلانس ان انت يبقى عندك كلاينت بتاخد منه شغل باستمرار. فانا هو ممكن في مرحله ما يبقى بيرسك بان هو بيهايرك بسعر قليل، بس في النهايه هو لما بتطلع له الكواليتي اللي هو عايزها هو بيكمل معاك. ومع الوقت انت تقدر تزود الريت بتاعك عادي جدا يعني، فاهم؟ خلي بالك ان هو مش كل الدول، هولندا مثلا الريتس بتاعتهم ضعيفه جدا، مش ضعيفه بالنسبه لمصر بس هي ضعيفه بالنسبه لاوروبا، فاهم؟ انا ما اعرفش ليه. مم. الهولنديين ما بيرضوش يدفعوا فلوس، فاهم؟ ال- كل الاكسبيرينس معاهم زي الزفت، بس هم بيعملوا شغل معفن، فاهمك. فاهم؟ بس مم. هو في النهايه اعلى من مصر. فانا بالنسبه لي قشطه، الشغلانه مش جايه بالريت العالي، بس طيب في انا ريت عندي بالنسبه لي. فاهمك. انا عندي نقطتين هقولهم، بس لو هتجاوب عليهم اجابتهم ممكن تطول، خلينا عشان خاطر بقيه الناس لو حد هيسال. يعني كنت اسالك عن النقطه الاولى اللي هي شكل الفاتوره اللي بتبعتها للعملاء، وهل لازم تحط فيها رقم ضريبي ولا عادي كروت حتى زي دي؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، كل الميتينجز او اغلب الميتينجز بتخش فيها مع حجم استوديو ايا كان سواء كبير او صغير، بتخش فيها باسم شركه ولا كفرد؟ وبتهندل ازاي ان انت معاك كذا سكيل وانك تقدر تشيل المشروع كله لوحدك، بحيث ان انت تقدر تاخد اعلى بادجت وانت في الحقيقه يا اما هتشتغل لوحدك او انت وصاحبك عادي يعني، او انك تعرف تقنع الشركه اللي قدامك انت بتكلمها ان انت هتقدر تاخد حجم المشروع ده كله وتنفذه من غير ما يبقوا مفكرينك شخص واحد يعني. اوكي. لا بص انا آه، بصراحه انا في الحاجات دي يعني معلش، هو السؤال الاولاني كان ايه؟ شكل الفاتوره اللي بتبعتها لهم. شكل الفاتوره عموما هم بره بالنسبه لهم انا عمر ما حد طلب مني رقم ضريبي. لا انا الفاتوره ببعت بشكل عام يعني، على فكره الرقم الضريبي ده ما طلبوش غير هنا في الخليج لما بيحبوا يرخموا يعني، بس هو في العموم شكل الفاتوره كتفاصيل. انفويس. خش اكتب انفويس تمبلت، فاهم؟ انا بكتب اسمي وعنواني وحبه تفاصيل كده وخلاص، ما بعملش حاجه تانية، فاهم؟ يعني انفويس عادي جدا، اي تمبلت انفويس من البتاع. خلينا اكون ديتيلد معاك اكتر، وانا برضه عندي شكل انفويس خاص بيا، بس الاقصد ان انت مثلا بتسعر، بتكتب له تسعير الحاجه بشكل عامل ازاي، هل بتكتب له الخصومات ولا لا. يعني انا برضه الانفويس بتاعي برضه في نفس التفاصيل اللي انت قلت عليها، وفيها تفاصيل البنك اللي هتحول عليه، فيها بالظبط. الفيديو الديبوزيت كام، الكذا كام، الانفويس ده مكتوب في يوم ايه، وهسلمك الداتا بتاعتك في يوم ايه، وفي الاخر الامضه بتاعتي وكام نوت كده بسيطه يعني. هل في حاجه تاني غير دي؟ انا لقيت في ناس بتكتب الخصومات، في ناس بتكتب الاضافات، في ناس بتكتب السورس فايلز، الحاجات دي بتكتبها بحيث ان انت كانك بتدي ايحاء للعميل في الانفويس بتاعه ان الحاجات دي لها تسعير بس انت ما طلبتهاش. فهمت قصدي؟ بص انا غالبا بفنط التسعير بصراحه، مش بكتب ان الفيديو بكذا خلاص. لا انا بكتب ان هو في illustration كذا وده كذا، ولو هم خدوا امانات زياده بكتبها بحطها على الفاتوره او بكتبها وبعملها خصم، فاهم؟ لو انا الكلاينت يعني عايز احافظ عليه وحاسس ان هو في منه بوتنشال. فلو هي حاجه عبيطه يعني حاجه خدت مني ساعه ولا اتنين
ما بحبش ان انا ابقى سخيف يعني، بس بكتب ان انا عملت تعديلات زياده. هم خدوا، انا كنت متفق معاهم على 2 راوندز وهم خدوا 3 راوندز، فانا بكتب ان في اكسترا راوند بس ما بحطهاش في يعني بكتب سعرها وبس ببقى خاصمها خلاص. فهمت. ده بيديك حق اكتر بان انت منظم اكتر وان انت محدد وان انت عامل معاهم جميله. هم بيبقوا شايفين ده، هم مش هيقولوه بس هم بيبقوا شايفينه يعني. الميتينجز بقى على حسب. انا في الايميل اللي انا بريتش اوت الناس فيه ببقى عارف في الاول انا بكونتاكت الناس دي. كنت في الاول بكونتاكت على ان انا شخص، وبعد كده بكونتاكت ان انا عندي بكتب ان انا لو البروجكت محتاج ناس اكتر انا عندي تيم ممكن يساعدني. لكن انت خلاص بتتصرف معاهم كفرد صح كده؟ انا بتصرف كفرد وبقول لهم بس ان هو لو الشغلانه مزنوقه او ان هي محتاجه ناس اكتر انا اقدر اوفر الناس دي واسلم في الديدلاين بتاعي. خلاص فهو بيبقى من الاول عارف يعني انا محتاج ايه او هو محتاج ايه. طبعا في الميتنجز بقى لو انت دخلت معاه ميتنج ولا حاجه وانت كنت بتتكلم على ان هي شغلانه لوحدك وبعدين لقيت الشغلانه كبيره وان هو كلاينت مش فاهم اصلا، يعني هما مش ايجنسي ولا استوديو فما عندهمش بروديوسر فاهم التفاصيل او كده، وانت محتاج ناس فتقول له بقى تبتدي تفهمه بقى انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. انا بصراحه الصراحه في المواضيع دي منجيه منجيه جدا يعني، وهم بيحترموا الموضوع ده. قشطة، يعني احنا ممكن الكلام بينا يطول فيما بعد بس عشان ما اخرش حد تاني. لا فرصة سعيدة. انا للاسف جيت متأخر في الحوار ده بس استفدت الى الان يعني. نورتنا يا يخليك. فيدر، نورتنا يا معلم، لينا توك احنا كمان بينا وبعض. طيب انا كنت مبسوط على فكره بالمناقشه دي، عشان كده مش حبيتش اقاطعكم يعني. اوكي طيب لا ثواني ندخل. بس عشان أرد على نجوى عشان هي ايه؟ كتبت. طيب نجوى. اوكي. لا بصي يا نجوى، بصي انت بتشتغلي برمجه مواقع 3D وتسويق. انا شايف ان ال 3D والتسويق ممكن يكونوا قريبين من بعض بس البرمجه في حته تانية. خلاص دي وجهه نظري. فلو انت تقدري تمرج الاثنين دول في تاسك واحده وتقدري، ولازم الويب سايت او الحاجه اللي انت بتحطيها تبين للناس هو ازاي التو سكيلز دول بيسيرفوا على بعض، ازاي هما بيخدموا بعض اصلا في الموضوع. لو مش هتعرفي تعملي كده يبقى الاحسن ان انت تخليكي في حته واحده بس. دي وجهه نظري، ممكن يكون حد ليه وجهه نظر تانية. اوكي تمام. في اسئله، الباقي الاسئله. طيب هنقول الاسئله دي دلوقتي برضو الاجابه عليها. في محمد او محمد كتب تسعير دقيقه الكاركتر انيميشن غير دقيقه الانيميشن عادي. عايز اعرف الاتفاق بيبقى كام ساعه في اليوم برضو عشان عايز افهم. طيب هو في ناس بص هو الناس بره بيهايروا بطريقتين. غالبا لو انت رايح لاستوديو او لايجنسي محدش هيهاير بالساعه في الغالب يعني. بس في حالات نادره الناس اللي بتهاير بالساعه، بس هو في الغالب يعني ان هو بيهاير باليوم. اليوم ده اللي هو 8 ساعات شغل. او بيشتغل بقى الشغلانه على بعضها، الكوتيشن على بعضها. غالبا الناس اللي بتشتغل باليوم دي غالبا الناس اللي بتروح تشتغل جوه الاستوديو. هم عندهم نوع من انواع الفريلانسنج منتشر بره كتير جدا ان هم بيبقوا عايزين ناس متهايره باليوم جوه الاستوديو، فغالبا بيهايروهم باليوم. يعني هو بيبقى عارف ان هو محتاج حد يعمل معاه كذا. انا ما اعرفش تفاصيل جوه الاستوديو بيبقى عامل ازاي لان انا ما اشتغلتش معاهم بره في الحته دي، بس 90 او 99% من الشغل بيجي بطريقه ان انا عندي البروجكت ده والبروجكت ده انا هشتغل فيه بالكوتيشن دي. فكره بقى تسعير الكاركتر انيميشن من الانيميشن العادي ده بيختلف بحاجات كتير قوي. هو الكاركتر ده هيعمل ايه؟ هل هو كاركتر هيطلع يعمل باي باي وخلاص ولا الكاركتر ده بيتحرك وما بيتحركش محتاج يتعمل له ريج يعني. اكيد لو الموضوع معقد في الكاركتر انيميشن اكيد هتاخد فلوس اكتر. اوكي طيب
ندخل في الأسئلة اللي بعده. فاطمة، فادي، إسراء، دينا، عندكم أي أسئلة؟ طيب في مارينا بتسأل ازاي اتفادى النصب. طيب. طيب هو انا ليا طريقة هي مش منتشرة في مصر، بس انا بحب اشتغل بيها، يعني ان انا باخد 50% ديبوزيت، وبعد كده باخد 25% لما بسلم مراحل معينة من الشغل، وبعد كده باخد ال 25 في الاخر. الفلوس بتتاخر، بس الاكسبيرينس بتاعتي بصراحه بره ان الديبوزيت بيدفع يعني محدش بيأخره خالص. في طريقه تانية، في ناس بتقسمها، كنت بشتغل مع حد من اسكتلندا كده، وكان ليه طريقه كده غريبه شويه، ان هو بيدفع 40% بعد ما تخلص 75% من الشغلانه، يعني بيدفع 30، فكده تبقى خدت 70% من الفلوس، وبعد كده بيديك 30% في الاخر بعد ما بتخلص بقى الامندز والحاجات الكتير الدوشه اللي بتبقى بعد البروجكت دي، وبتسلموا الفايلات والحاجه بتاعتك. حلو قوي ده. آه، ينفع حد في سؤال بعده. أنا بكون ينفع ينفع حد يجمع في شغله بين ال 2 دي وال 3 دي ولا صعب؟ نور الموضوع عادي جدا، مفيش اي مشكله خالص، بالعكس يعني دي حاجه محبذه ان انت تعمل شغل 3 دي وتحط عليه 2 دي، وده ستايل منتشر جدا بره يعني. جميل قوي. طيب، برأيك الذكاء الاصطناعي مما يتعلق بصناعة الكرتون التعليمي للأطفال مثلا ليه؟ ممكن نسعره بشكل عام؟ طيب ثواني بس كده عشان في سؤال تاني. آه انا مش فاهم، هو بياخد وقت عشان تلاقي شغلانه قبل دي طريقه نقدر ننظم بيها الوقت وما نحبطش؟ لا بصي يعني آه بالنسبه سؤال همس بتسأل. طيب فكره الاحباط دي، انا عندي مبدأ خلاص. آه اولا مش دايما الشغل، لو انا ببروسبكت وبحاول اجيب كلاينتس وبحاول ابعت لناس ومش عارف ايه، مش دايما الشغل بيجي من الطريقه دي. هتلاقي طول ما انت بتسعى يعني ربنا بيوفقك بشكل او باخر، بيفتح لك باب تاني يعني. هو فكره اليقين ان انا ما اقدرش، عشان كده الفريلانسنج مش حاجه سهله. هو فكره ان انت تفضل مواظب على ان انت تجيب شغل باستمرار وتحوله لحاجه مستدامه. فالفكره ان انت مشكله الفريلانسنج ان الناس فاكره ان انا عشان جبت شغلانه فانا بوقف ابعت للناس وان انا كونتاكت ناس وان انا اعرف عن اعرف كلاينتس اكتر وبيلد النتوركس بتاعتي ومش عارف ايه. انت لازم كل يوم تبقى عندك وقت كده ساعه 2 معمولين للموضوع ده، وتقسم انت شغلك على الموضوع. خلاص خلي بالك ان هو في بنفيتس ان انت تبقى فريلانسر. البنفيتس دي ان انت بتقدر تعمل فلوس اكتر، فانت لازم تضحي بحاجه قصادها. الحاجه قصادها دي بان انا افضل اشتغل باستمرار ما ريحش. يعني لو انت عايز تريح ريح، بس هو ده هيأثر عليك على المدى الطويل. فاهم؟ عشان كده لو انت كنت حاضره من الاول كنا بنتكلم على موضوع الديسيبلين او السيلف ديسيبلين، وان انت تبقي ملتزمه بحاجات لازم تعمليها. في تارجت بالنسبه لي والخطه، والجزء من الخطه دي في ان انا ابروسبكت و اسيرش على كلاينتس، وان انا اجيب ناس، وان انا دايما يفضل ده جزء من روتيني اليومي. فهو اللي هيحبط خلاص يعني انت لو احبطتي من ان انت تجيبي شغلانه فريلانس، هتحبطي برضو من ان انت تلاقي شغل، او هتحبطي من كواليتي الشغل، او هتحبطي من ان الشغل ريبيتيتيف، او ان هو ما بتتحسنيش، او المرتب ما بيزيدش. هو الفكره مش ان احنا نحبط، عشان كده احنا محبطين بقى، مش محبطين مبسوطين زعلانين، احنا بنقعد نخلص شغلنا.
ده جزء اساسي في الشغل يعني. رايك مجال السينما متعلق بصناعه الكرتون التعليمي للاطفال مثلا التحريك والله انا ما اعرفش الحاجات الاي اي دي بتتسعر ازاي يعني، بس بشكل كبير هو داخل في الموضوع و وانا ما جربتش اشتغل في الحتة دي فما اعرفش، فانا ما اعرفش فعلا اسعره ازاي بصراحة. بس اكيد مع الوقت يعني هنكتشف هو ايه اللي حصل يعني في الموضوع ده. بس هو انا من وجهة نظري يعني إن الناس لازم تستعمل الاي اي بشكل اكبر يعني. مش شرط ان هو يبقى جزء من شغلها يعني. انا مؤخرا مثلا شات جي بي تي بقيت بستعمله از منتور ليا يعني. خلاص، لو انا دخلت اذاكر حاجه مثلا ولقيت الشخص ده عامل توتوريال وكتب مثلا كود في التوتوريال ده وانا مش عارف الكود ده بيعمل ايه بالظبط، او عارف الموضوع بالشبه، طب الحته دي، فباخد الكود وابتدي اساله ومش عارف ايه، فهو مفيد يعني بشكل او باخر يعني. اتليست ممكن يطلع لك ريفرنسز، ممكن يفتح لك افكار، بس ما يبقاش الاعتماد عليه بشكل كامل يعني. اوكي، السؤال بعده. فادي سأل سؤال. الو، ازاي حضرتك انا معانا؟ بقرا اه. رأي حضرتك في منصات السوشيال ميديا زي طيب بص، هو في كذا جزء في البتاع. آه انا شايف ان انت عشان تتفق مع ماركتنج ايجنسي او حاجه، دي هتبقى حاجه مكلفه جدا بالنسبه لك في الوقت الحالي، خاصه لو انت بتتارجت بره. ف في الاخر الماركتنج هو بيعرف الناس بيك، بس ده مش دايما هو اللي هيجيب الشغل. خلاص، انت بتبقى موجود بس في الاريا، بس انت لازم انت اللي توصل للناس. خلاص، فكره ان انت بقى تتعامل مع التيك توك والانستا والبيهانس والحاجات دي، الحاجات دي مفيده ان انت تفضل بتديفلوب البورتفوليو بتاعك عليها كل شويه وبيجي من، بس انا شخصيا مش بهتم بيها. خاصه ان انا شغل كتير جدا بيبقى تحت اتفاقيات يعني، اجريمنتس كده، ان انا ما اقولش ان انا عملت لهم شغل اصلا، فاهم؟ ف... فانا مش مهتم بالموضوع بشكل كبير يعني. بس هو في ناس كتير بتهتم يعني يمكن الانستا والبيهانس هم الافضل يعني، لو انت قدرت تحط عليهم كونتنت شكله نظيف. ازاي بقى نوصل للكلاينت العميل اللي بيروح للايجنسي ده؟ آه، ده مش حاجة سهلة، لازم يبقى عندك بورتفوليو قوي وتقدر تعمل انتيتي، وليكن انت بس تحت اسم تحت اسم مثلا انت شخص، اعمل اسم استوديو وعلى اساس ان انت الاستوديو، انت بقى اللي جوه الاستوديو بيشتغل مش مشكله، بس انت لازم تبقى انت الاستوديو وانت اللي تبتدي، بس دي حاجه اصعب بكتير. ولازم يبقى عندك شغل. الايجنسي مش بتعمل الانيميشن بس، الايجنسي دي بتبتدي من اول الكرييتيف، وممكن تكون الايجنسي دي بتمسك له بيجز ماركتنج وحاجات تانية، وممكن الايجنسي تكون هي اللي بتعمل السكريبت. فانت في مراحل كتير، هل انت تقدر تعمل المراحل دي؟ والله لو انت عندك تيم وعندك كونكشنز كويسه تقدر تقوم بيه بالموضوع ده، خلاص اعمل كده. آه، دي هتبقى حاجه يعني كويسه لو قدرت توصل للناس دي، بس هي حاجه صعبه، فاهم؟ فانا شايف ان هو اصلا انت تاخد شغل بالايجنسي صعب، ما بيبقاش سهل يعني. ايه ده؟ ميسرة، انا لسه في الاول مش متخصصه في حاجه معينه، ليه في رسم الشخصيات والخلفيات وقصة الأطفال في الناس عشان أنا برضه.
والله هو يعني ايميل عربي او انجلش، انت ده بيختلف على الكالتشر بتاعت الشركه دي. وزي ما احنا عارفين ان الناس في مصر بتتعامل بالانجلش على الرغم ان احنا بنفهم عربي يعني. الخليج اعتقد الناس اللي فوق شويه بيبعتوا ايميلز بالانجلش يعني. بس لو بعت لهم عربي هيردوا عادي، لان دي حاجه يعني في السعوديه بيردوا بالعربي عادي. الامارات بصراحه كل الناس تتكلم انجلش لان هم جنسيات مختلفه قوي. وهم مش معتمدين على الاماراتيين اصلا او الخلايجه في الشغل، هم معتمدين بشكل اكبر على الاجانب. مش الاجانب اللي هم يعني، بس الاجانب اللي هم جنسيات مختلفه يعني، غير بتاعهم. بس يعني مش عارف انا جاوبت كده على السؤال ولا لا. تمام. طب خلينا نشوف الأسئلة اللي بعده. آيات، أميرة، أمال، أكوتو، أو أحمد عبد الرحمن، عندكم أي أسئلة؟ لو عندكم أي أسئلة ممكن تكتبوها أو طيب تمام. اوكي. نو. طيب كده. طيب في حد كده احنا نسيناه او كان عايز يسأل اي سؤال في العموم واحنا ما جاوبناش عليه؟ يعني لو في اي حد سأل سؤال واحنا ما جاوبناش عليه، يا ريت يسأله او يفتح المايك ويسأله او يكتبه، عشان بس ايه ما نبقاش ظلمنا حد كده في الاسئله. يعني كده نخش على ثالث حاجه، فيدر. الكلفه والاقتراح. فيدر معاه حق يعني. بس هو يعني بص، في شركات يعني انا اشتغلت مع شركات بتبقى فيها جنسيات كتير قوي، بتبقى اورجانيزيشنز كبيره وكده. فساعات بيبقى الميتنج في ناس اجانب فعلا ما بيعرفوش يتكلموا عربي، وفي ناس لبنانيين بقى على اردنيين على مصريين على مش عارف ايه. فبتحس كده ان الميتنج ملعبك شويه، فبيبقى الانجليزي هو اسهل حاجه ممكن الناس تتكلم بيها وكلنا نفهم. معرفش ليه، بس يعني بص، انا وجهة نظري انا لو انا حاولت اكتب ايميل بالعربي مش هعرف. لان في الغالب انا عشان اشرح حاجة تكنيكال ففي الغالب هتكلم انجليزي كتير، لان هو للاسف الساينس نفسه مش بتاعنا. الموضوع مش بتاعنا فهي بتاعهم. فانت في حاجات كتير جدا هتقولها بالانجلش، ما عندكش اوبشن. تمام. ده حقيقي على فكره. هو الشرح صعب قوي بالعربي. طيب خلينا نقول الجزء الثالث من الريفيوز، او كحاجه بتاعتنا احنا. يعني انا ممكن اسال السؤال ده وانت تجاوبنا عليه، لان السؤال ده هو انا بساله كتير وحابب الناس تسمعه منك يعني. دلوقتي عقده المبتدئ او اللوب بتاعت المبتدئ، اللي هو انا خلصت الكليه، عايز اصرف على نفسي، فمش لاقي شغل في شركه، ومثلا مش عارف هتخصص في ايه، او كورسات، او انا مقتنع ان انا شاطر بس انا مش لاقي فرصتي. فالسؤال ده انا بسأله بشكل يوميا. تمام. فايه الاجابه عليه من وجهه نظرك؟ او الحاجه الثانيه اللي هو السؤال الثاني، انا ببقى شاطره واتنصب عليا كتير، فانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. اتنصب عليا كتير في التسعير، يعني انا مش عارف ازاي اسعر، ولان انا الناس شايفاني ان انا لسه جونيور، فانا مش ما ينفعش اقول سعر الكواليتي اللي انا عايزاه. فايه اجابه السؤالين دول بالنسبه لك كخبره؟ ما انا بص، هي لو مش قادره تقول ان هي حد بروفيشنال يبقى هي ما عندهاش بورتفوليو بيقول ده اصلا. تمام. ماشي. اوكي. دي حاجه. فكره بقى ان واحد اتخرج هو مش عارف هو عايز يعمل ايه، اكسبلور بقى، يجرب اشتغل حاجات شويه كتير. انيميشن. هو محتاج يصرف على نفسه فهو محتاج يشتغل. خلاص. فهو عشان يشتغل هو محتاج سكيل عشان يشتغل بيها في الاخر يعني. فيفضل، انا ما اعرفش طبعا يعني الناس بتكتشف الموضوع ده بعد الكليه عندنا، بس ده ما بيحصلش بره قوي يعني، او في ناس اصلا بتسويتش كارير بره. انا اعرف في واحد على لينكد ان مشهور قوي، انا مش فاكر منين، من فرنسا تقريبا. كان اصلا ميوزك كومبوزر وهو دخل كليه مزيكا اصلا
يعني هو كل شغلته من المزيكا، وبعد كده بقى موشن ديزاينر فحيط. ف... فعادي يعني. بس هي الفكره ان هو انت عشان تعرف ده، انت بتشوف الحاجه اللي انت بتحبها، بعدين انت بتبتدي تجربها وتشوف هل السكيلز بتاعتك شغاله جوه الحته دي ولا لا. مش من اول يوم ومش من اول شهر ومش من اول شهرين، الموضوع بياخد وقت يعني، فاهم؟ انت لازم تخش في حته وتقعد تذاكر فيها كتير وتبذل مجهود. انما انا قاعد مستني ان انا يجي لي شغل، مش هيحصل، فاهم؟ لو انا ده قعدت اذاكر موشن مثلا، وبعد 3 4 شهور 5 شهور لقيت نفسي بطلع حاجات وحاجات كويسه والناس حباها، هيجي لي شغل وهقدر اقدم في شركه واشتغل. ايه اللي هتبقى المشكله؟ فاهم؟ لقيت من تاني شهر تالت شهر ان انا مش مبسوط اصلا في الشغلانه، اشوف حاجه تانية اعملها، فاهم؟ اصل انت عمرك ما هتكتشف غير لما تقعد تجرب وتدور. ده حقيقي. ما دي حاجه مش هتحصل طول ما انت قاعد كده، ما فيش حاجه هتحصل، فاهم؟ يعني القهوه مش هتجيب شغل. ف دي وجهه نظر يعني. انت محتاج ان انت ت- تتحرك شويه، تتحرك في ان انت تذاكر وتبذل مجهود. هتلاقي ناس بره وناس جوه بتتكلم على حاجات كتير جدا لحد ما حاجه منهم تلضم معاك يعني. ده حقيقي. يعني انا بتكلم على تجارب كتير. يعني انا بقول للناس لو في ناس مبتدئ او لسه بتبتدي او عايزه آه، يعني داخله الموضوع من الاول، ما فيش مانع ان انت تجرب في فريلانسيه او اتنين، او ان انت تعمل شغل برقم بسيط مقابل ان انت تعرف تبني بورتفوليو. وفي نفس الوقت انت على العلاقات وسؤالك للناس اللي حواليك، الناس اللي اكبر منك، بص، الناس اللي خبراتهم كبار، برضو دي بتساعد اكتر. هو عموما هو مش هيعرف يعمل شغلانه من غير ما يبقى عنده بورتفوليو، ولو حتى شغلانتين. ف ده الاكبر يعني. انا بصراحه في المرحله دي بفضل ان انت ما تبقاش فريلانسر، تحاول تبقى تدور على شغال في فول تايم. شركه. يعني حاول تدور على حاجه فول تايم او تريننج. يعني شوف، وجهه نظري يعني، لو انا هصرف في كورس عشان اتعلم سكيل بدايتها ماشي، عشان ابقى ادفانسد فيها وان انا اتطور واعمل حاجات، آه، اعتقد الموضوع بيبقى الفول تايم احسن. وحاول تختار الشركه. مم. وصل. طيب حد عنده اي سؤال تاني يا شباب او عارف حد؟ هو ده ايه؟ من صورته مش باينه. م-م. إيه طيب انا انتوا، بقول انا على فكره سامعنا. انا سامع. طب تمام. طيب لو حد عنده اي سؤال تاني يا ريت يساله. ده لو في اسئله ثواني. آه، هو تقريبا بيسالك انت فيه. طيب طيب بص يا شباب، عندي احنا خلاص تقول محتاجين ده. اقتراح. مش ده يا اه فيدر، مش ده 3 دي، التاني بيشتغل 2 دي. انا بس كنت هو عمل ترانزيشن بعد 10 سنين تقريبا شغل حاجه كده. ده نفس الفكره اللي انت بتقول عليها، يعني الشخص ده انا كنت اعقب على موضوع فادي في الحته اللي هو كان بيقول عليه ان هو حوار الماركتنج والايجنسيز والحوارات دي. يعني انا هقول تجربتي وبرضه قول لي يعني عليها، يعني برضه اذا كانت دي لا حاجه لا، صح ولا لا. قول لي ايه الاكسبيرينس بتاعتك بص، ويمكن هو نستفيد. في حته ان الفريلانس يتفق مع شركه ماركتنج او حاجه زي دي ما بتحصلش غير بانك تخش تكلمهم مباشره، او ان هما بيبقوا يقول لك من اقتراحات او كونكشن. يعني انت ممكن في حاجه انا بعملها كده وجابت لي شغل كتير قبل كده، ان انا كنت مثلا الاستوديوهات اللي أنا بتابعها على انستجرام تتفاعل مع الستوريز بتاعتهم، تخش تفجرهم. الحاجات دي الحاجات دي بتجيب اكتر منك، يعني تكاد تكون كمان بتجيب فعاليه زي الايميلات بالظبط. تبعت لهم رساله، انا عايز اقول ان انا جولدن وولف كلموني بالطريقه دي، ده استوديو جامد فشخ. ف... فان انت برضه تقعد تتفاعل مع الناس، تعرف اصحاب الاستوديو، تروح تتابعهم على الانستا الخاص بيهم. الحاجات دي كلها دي حاجه من الحاجات. الحاجه التانية ان انت ممكن تيم، دي في تقريبا 2 عرضوا على حاجه زي ديت، ان هم بيجمعوا مجموعه ديزاينرز بيتجمعوا مع بعض وبيتعاقدوا يعملوا زي اسم استوديو وهمي مش موجود في اي حته، بيعملوا ويب سايت، واحد بيمسك الموضوع دوت وبيتفق مع ناس اسمهم الكونتراكتورز دول بيروحوا يجيبوا العميل، يهندلوه بكل السوفت سكيلز بتاعتهم. بعد كده السوفت سكيلز بتاعتهم ديت بياخدوا في الاخر نسبه حوالي مثلا 10% من الديل او الكلام ده كله.
اكنهم زي ما تقول كده مصرة البروجكتات، بس هم بيقدروا يعملوا حته الماركتنج ويخشوا ميتينجز والحاجات دي كلها. فده هيساعدك ان انت توصل لكلاينتس اكبر باسامي اكبر، وبان انت خلاص بيعاملوك كتيم يعني او كايجنسي زيك زي الايجنسي. بالنسبه ايوه للايجنسي تعرف تعال قول. انا معاك. لا انا كنت بس بعلق على فكره ان انت تخش تكومنت على الناس ومش عارف ايه وبتاع. هو ده نوع من انواع ان انت تبيلد الكونكشنز بتاعتك اصلا، بس هو ده بقى بيتعرف مع الوقت. يعني في كنت انا بخش اقعد اكومنت على ناس كتير كده، وفي منهم ناس بنخش معاهم نخش بقى ايه نتناقش. بالظبط خلاص. فالمناقشه دي بتقلب الموضوع من ان هو على حبه كومنتس ان احنا دخلنا في شات، فالناس دي بالظبط تبتدي تعرفك. فممكن بعد يعني كان في حد عملت معاه كده وقعدنا اتكلمنا كده على شغل كانوا عاملينه ومش عارف ايه وبتاع وكده. كان في حد حط كومنت كده وقعدنا نتناقش حواليه. بعديها ب8 شهور لقيت الراجل ده بيكلمني بيقول لي بص احنا عندنا شغلانه مستعجله جدا وهندفع فيها اكس من الفلوس لان هي مستعجله. وكان اكس مكلبز وانا ما سمعتش. قلت له الكواليتي ايه؟ قال لي ولا حاجه، بعت لي ريفرنس معفن جدا. بالظبط. هي الفكره ف كمان ان هو في الغالب تبقى حاجات فعلا انت تقدر تعملها يعني ده بيجي مع الخبره. يعني انت مع الوقت بتدرك ان الحاجات التوب دي هي مش بتتعمل بشخص واحد، هي بتتعمل بجروب فانت بالظبط. محتاج تنتمي لجروب لو محتاج فعلا توصل لنفس الناس اللي محتاجه الكواليتي دي. الحته بتاعت برضو حوار التيك توك والسوشيال ميديا بشكل عام. بص هو محدش عارف رزقه فين يعني، بس انت المفروض ان انت غرضك من انك تتجاب انك تتشاف، فتتواجد على كل المنصات عادي. عايز اقول لك ان انا افشخ كلاينت عدى عليا في حياتي جالي من استوديو قوي زي ايجنسي، واحد شغال في مارفل حرفيا، لبروجكت اسمه ساجا دوت. ده كان تقريبا اكبر كلاينت جالي من الديسكورد. حاجه غريبه جدا. واحد صاحبي برضو جاله اكبر كلاينت من بنترست. فما تفهمش الحاجات دي اصلا ما بيجيش منها ناس، وده كمان مره في كل سنتين ثلاثه، بس كان كلاينت كبير. فانت المفروض انك تتواجد على الحتت ديت عشان خاطر تتشاف. هو ده بس حقيقي. وحته ان بس برضو الايجنسي تعرف بس انا بحس ان الحاجات دي يعني انت ونصيبك، فاهم؟ لحد ما يبقى عندك يعني فولورز كتير وتبقى معروف يعني في ناس علامات كده موجوده على انستجرام ومش عارف ايه وبتاع، انت بتخش تلاقي عنده 230 الف بني ادم، فاهم؟ فده واحد الانستجرام بتاعه فاليبل، فاهم؟ بس أنا لو عندي 1000 بني ادم فانا ما اقدرش اعتمد عليه. انا لازم اخش بروسبكت وانا ابعت للناس وانا اجيب انا الكلاينتس بتوعي، فاهمني؟ هي ريبيتيشن آه، ان انت تقعد تكرر تنشر كذا مره لحد ما واحد ينفجر فيجيب لك فولورز. والله يعني ممكن. مشيت معايا كده بصراحه. بالاضافه كمان ان حته ان هو كان بيتكلم عن ان ازاي سكيب الكلاينت ويروح على ازاي سكيب الايجنسي يروح على الكلاينت مباشره. للاسف في اغلب الوقت 99% مش هتعرف تعمل حاجه زي دي. الموضوع ان هو بيبقى الايجنسي كايجنسي الكلاينت جاي لهم ب 10 اكس. هم عارفوا هم السوفت سكيلز بتاعتهم احسن منك. دول مش اول كلاينت يجي عندهم، هم عارفين ازاي يهندلوه، عارفين ازاي ياخدوا منه الكيكه. فانت هيجوا يشتغلوا معاك بربع الكيكه. فطبعا لو سكبتهم ورحت للكلاينت مباشره كده هم خسروا الديل يعتبر يعني. فبصراحه دي تمام معضله، ما اعتقدش انها بتتحل بسهوله يعني، الا لو الكلاينت عارف يوصل لك من تحت الترابيزه كده، ان هو شاف مثلا الشغل اللي عمله شافه عندك على البورتفوليو فقال انت الشخص اللي عمله عايزين نشتغل معاك مباشره. حاجه زي دي برضو دي بتبقى بتحصل. يعني دي بتبقى نادرا يعني ان هي تبقى صدفه بحته. بس عشان كده بنمضي ان دي اي اصلا يعني، يكاد يكون هو ده اكبر سبب بيخلينا نمضي ان دي اي مع ايجنسيز وحاجات من دي كتير. بالظبط. انا بقول لك انا ماضي ان دي ايز اصلا ان انا الاستوديو اللي انا شغال فيه دلوقتي ما حدش، مش المفروض ان حد يعرف ان انا بعمل له الشغل اصلا، يعني فاهم؟ ايوه فاللي هو انا مش هينفع انزل الشغل اساسا. ولا يتحط في الشوريل ولا اي حاجه، حاجه مقرفه طبعا، بس بالظبط. اللي معاهم الفلوس بقى. بس خلاص هو في النهايه بالنسبه لك انت بتعمل فلوس يعني، فاهم؟ بس ماشي. المناقشة كانت جميلة جدا بصراحة. لا يعني المعلومات فيها كتير قوي عن البحث عن كلاينت وازاي تظبط البورتفوليو والحاجات دي. فاحنا ان شاء الله يعني احنا منتظرين برضو انك انت لو في موضوع تاني ممكن برضو تدينا اقتراح ليه وتشرفنا فيه جدا يا استاذ هاني. وبرضو لو شباب يا ريت لو الشباب عندكم اي استفسارات
او انتوا حابين ان انتوا تعرفوا اكتر عن الحاجات اللي احنا بنعملها او بنقدمها، ممكن تدخلوا على يوتيوب عندنا في انيميشن ديلي. احنا اوريدي في مواضيع كتير اتكلمنا عنها قبل كده، بس عشان خاطر الناس بتبقى بتسأل كتير، فانا مش عارف الاسئله اللي هو طب انتوا مش بتتابعونا ولا ايه. فانا برشح لكم ان انتوا تدخلوا على القناه عندنا على يوتيوب، انا حطيتها لكم في النوتيفيكيشن. هتلاقوا عليها دروس كتير سواء في الكاركتر ديزاين او في الانيميشن او البايب لاين بشكل عام. احنا كنا اتكلمنا قبل كده على حاجات تخص الانيميشن والفريم باي فريم وال3 دي انيميشن وال2 دي وقصص الاطفال. يعني هتلاقوا اجابات لاسئله كتير خاصه بينا، وان شاء الله برضو نقدر ندفع جزء من اللايف ده برضو على يوتيوب. الحاجات التانية ان احنا بنحضر لمواضيع جديدة هتلاقوها برضو بننزل بيها على الصفحة او على انستجرام عندنا في انيميشن ديلي، سواء خاصة بنصايح للعملاء، نصايح للسي في، سواء مثلا كورسات هنعملها تاني من اول وجديد، سواء مثلا كورس الفريم باي فريم ادفانسد او الخلفيات. هنبقى في كورس خلفيات او كورس ورشه البري برودكشن اللي هتبقى عباره عن تيم وورك ورك شوب. في حاجات كتير جدا هتنزل الفتره الجايه، فتابعوا انستجرام واليوتيوب الخاص بينا، واحنا في انتظاركم. واي سؤال او استفسار عايزين تسالوه ابعتوا لنا على طول، احنا منتظرينكم. وشكرا جدا يا استاذ هاني على اللايف دوت، والله بجد يعني كان ممتع جدا وفي معلومات قيمه لناس كتير وانا منهم برضو. وباذن الله خير، وتنورونا الفتره الجايه في انيميشن ديلي ان شاء الله في الايفنتات او في الورش الاوفلاين اللي احنا هنعملها او الاونلاين. تصبحوا على خير جميعا، وشكرا استاذ هاني، شكرا لكم جميعا وتصبحوا على خير. شكرا يا جماعه. يلا باي باي.